السلام عليكم طلاب الصف الثاني الثانوي من كل مكان في الجمهوريه. اهلا بكم يا ابطال، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه وبسلام. اهلا بيك يا صديقي في الدرس الاول عندك من منهج الترم الثاني. بص بقى، قبل اي حاجه لو انت لسه ما تعرفنيش او اول مره تشوفني اعرفك بنفسي. معاكم مستر يوسف النجار، مدرس جغرافيا وتاريخ المرحله الثانويه. والحاجه الوحيده اللي عايزك تعرفها وتضمنها انك يا صديقي طالما رجلك جابتك وفتحت القناه دي، فالحاجه الوحيده اللي هتكون ضامنها ان شاء الله انك هتجيب الدرجه النهائيه في التاريخ. ولو انت ادبي فانت كده محظوظ اكتر، لان ان شاء الله هنزل لك برضو الجغرافيا. خلينا بقى نتكلم هنعمل ايه الترم ده. اول حاجه صديقي، الترم ده هيكون كله مجانا، مش هنشتغل على المنصه. يعني ايه؟ يعني شرح المنهج بالكامل هينزل لك مجانا على اليوتيوب، ودي هديه مني ليك. مش بس كده، كمان هنزل لك يا صديقي حل كتاب الامتحان بالكامل على كل درس. يعني كل درس عندك هنزل لك الشرح ثم الحل بعده على طول. يا عم والله مش بس كده، كمان بقى انزل لك امتحانات شوامل. يعني بص هروق عليك تمام. وهنزيد بقى الترويج كمان حاجه، انك يا صديقي هسيب لك لينك قناه تليجرام خش فيها، دي لطلاب ثانيه ثانوي بس. هنزل لك فيها امتحانات، اسئله، مستويات عليا. يعني بص يا صديقي، انت من الاخر يعني ما عدتش محتاج اي حاجه غير انك تعمل اشتراك وتتاكد انك فعلت زر الجرس. وزر الجرس ده اهم من الاشتراك. اشمعنى يا صاحبي؟ عشان اول ما ينزل لك اي فيديو تمام يجي لك اشعار وتخش تتابع معايا اول باول، لان المنهج الترم ده طويل جدا والوقت قصير. فلو انت ما تابعتش معايا اول باول هتتسوح. تمام، يلا بينا كده نشوف هنتكلم عن ايه. بص بقى، المنهج السنه دي بالنسبه للتاريخ عندك يا صديقي 8 دروس بالتمام والكمال. واقول لك على حاجه، 8 دروس طوال حبتين. مش بقول لك صعبين، باذن الله مفيش حاجه صعبه معانا، بس بقول لك طوال حبتين. تمام، عندك اول حاجه الوحده الاولى 4 دروس كلهم بيتكلموا عن مصر ام الدنيا، والوحده الثانيه 4 دروس بيتكلموا عن الدوله الاسلاميه. تمام، يلا بينا نبدا كده مع الدرس الاول نشوف بيتكلم عن ايه. بص بقى، قبل اي حاجه وقبل ما اتكلم معاك عن الدرس الاول خلينا افكرك بالترم الاولاني. تمام، لان محتاج منك جزء معين كده تكون فاكره معايا. فاكر لما كنا بنتكلم على الترم الاول، لما كنت بتكلم معاك ان انت عندك الدوله الاسلاميه مرت بعصر الخلفاء الراشدين وعصر الدوله الامويه وعصر الدوله العباسيه. مستر بقول لك ايه، ولا فاكر ولا كنت بذاكر؟ يا عم والله فداك، مش مهم. المهم يعني لما كانت الدوله الاسلاميه بيحكمها الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب، سيدنا ابو بكر الصديق، سيدنا عثمان، سيدنا علي. المهم يعني في عصر عمر بن الخطاب وقتها بعت عمرو بن العاص يفتح مصر. مظبوط كده؟ طب 100 100. اللي يهمني بقى، احنا في الترم الاول اخدنا المعلومه دي بس كده، اللي هو سكريبت، ان في عصر عمر بن الخطاب قام عمرو بن العاص بفتح مصر، صح؟ ولا اتكلمنا عن اي تفاصيل ولا ازاي فتحها ولا امتى ولا كل الكلام ده. فالنهارده بقى الدرس بالكامل بيتكلم معاك على ان ازاي عمرو بن العاص دخل يفتح مصر. تمام، بس قبل اي حاجه وقبل ما نتكلم ازاي عمرو بن العاص هيفتح مصر، قال لك الاول تعال نعمل مقدمه حلوه كده، والمقدمه دي بيجي لك عليها اسئله في الامتحان. بص بقى، المقدمه دي بتتكلم معاك عن حلاوه مصر وعن جمال مصر، وعلى ان الرسول صلى عليه. اول حاجه الرسول بنفسه تمام كده كان بيوصي الخلفاء الراشدين ان هم يفتحوا مصر، بيوصيهم يعني من الاخر يعني بيبشرهم ان هم يجوا في يوم من الايام يفتحوا مصر ويشيلوها من ايد الرومان. مستر مين الرومان دول؟ هنعرف كمان شويه، مش مهم. المهم يعني ان الرسول بنفسه كان بيوصي الخلفاء الراشدين ويبشرهم بفتح مصر. خلينا بقى نقول وصاهم ازاي. قال لك يا صاحبي اول حاجه قال لهم هنا ستفتحون مصر. تمام كده، يعني بيبشرهم بفتح مصر. مش بس كده، قال لك يا صاحبي وهي ارض يسمى فيها القيراط. مستر يعني ايه الكلمه دي؟ بص بالبلدي وفي عصرنا الحالي كلمه القيراط هي وحده قياس الارض الزراعيه، قيراط، فدان، الكلام ده كله. ولكن الرسول وقتها كان قصده ان مصر دي مليانه اراضي زراعيه، يعني من الاخر يا صاحبي مليانه خيرات ربنا. تمام، طب حلو جدا. وقال لك صاحبي بقى فاستوصوا باهلها خيرا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الرسول بيوصي الخلفاء الراشدين، بيوصي الفاتحين ان هم يستوصوا اهل مصر، يعني يكونوا رحماء تمام كده باهل مصر، ما نعاملهمش وحش. تمام، طب حلو جدا. طب ليه يا مستر بقى الرسول بيوصي الخلفاء على اهل مصر؟ اشمعنى؟ هل كان في علاقه بين الرسول واهل مصر؟ واشمعنى مصر بالذات بيوصيهم؟ قال لك يا صاحبي قال لك لان مصر بها اهل ذمه واهل صهر. نمسكها بقى. اول حاجه صاحبي قال لك بها اهل ذمه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني صديقي مصر في الوقت ده كان السكان اللي عايشين فيها سكان مسيحيين. مسيحيين يعني ديانه سماويه مختلفه. بص عامه يعني لو انت شايف قدامك مسيحيين او يهوديين، دي ديانات ايه؟ سماويه، بنسميهم اهل ذمه. تمام، فقال لك من الاخر يعني بها مسيحيين عاملهم كويس. مش بس كده، قال لك كمان صهرا. كلمه صهر يعني نسب، يعني من الاخر يعني في علاقات اجتماعيه. تمام، طب مستر هو ايه علاقه مصر
بالرسول بالعلاقات الاجتماعيه. قال لك لا مش بس كده، انت عندك الرسول يا صديقي كان متجوز واحده اسمها ماريا القبطيه. ماريا القبطيه دي ابن ملك هنعرفه كمان شويه. مش بس كده كمان يا صاحبي، قال لك كمان ان السيده هاجر تمام ام سيدنا اسماعيل وزوجة سيدنا ابراهيم كانت من مصر. فاصبح دلوقتي في علاقات اجتماعيه تربط بين مصر ومين والدوله الاسلاميه. تمام، فعشان كده وقتها الرسول كان بيوصي فاتحين على مصر. تمام، طيب وبدا بقى يتكلم على مصر شويه حلوين كده ان هي فيها خير وفيها اكل وفيها كل الكلام ده. تمام، طيب دي بالنسبه للمقدمه. بس قبل كل الكلام ده عايزك تيجي معايا كده ونعرف حاجه مهمه جدا نتكلم عنها بالتفصيل. ركز معايا، بص يا صديقي هتكلم معاك واسالك سؤال: مين اول واحد حاول يفتح مصر؟ تقول له يا مستر السؤال ده سهل جدا، اول واحد حاول يفتح مصر هو سيدنا عمر بن الخطاب. اديك دليل عشان يبان ان شاطر، اديني دليل. بالاماره يا مستر بعت واحد اسمه عمرو بن العاص. اقول لك للاسف لا، خذلتك. ايه ده يا مستر ازاي يعني؟ قال لك يا صاحبي اول واحد حاول يفتح مصر مش عمر بن الخطاب، ولكن يا صديقي اول واحد حاول يفتح مصر هو الرسول. مستر الرسول ازاي يعني؟ اقول لك بص، فاكر الترم الاول او يا عم مش فاكر؟ تعال افكرك. بص عندك يا صاحبي سنه 6 هجريا قال لك ان الرسول وقتها راح المدينه، راح قبلها بشويه يعني. المهم يعني عمل دوله اسلاميه وعمل حاجه في السنه دي اسمها صلح، تمام كده، حديبيه. مع مين؟ مالكش دعوه. بيتكلم عن ايه؟ مالكش دعوه. اللي يهمني يعني ان بعد الصلح ده بدا الرسول يحاول ينشر الاسلام في كل مكان في العالم، في كل شبر في العالم. يبعت كتاب هنا، يبعت مبعوث هنا، يبعت رسول هنا، يبعت كتاب هنا، يبعت كتاب هنا، يبعت كتاب هنا. اللي يهمني بقى من كل شبر في العالم. مش هيبعت لمصر ولا يبعت لمصر كده مصر يعني؟ هيبعت لمصر. اشتغل معاه بقى، يلا اشتغل مع بعض كده. المهم يعني ان هو بعت كتاب لمصر، ولكن يا صاحبي ما بعتش الكتاب لمصر كلها. تمام، يعني مش لشعب مصر كله، كان في حد وقتها بيحكم مصر فالرسول بعت له الكتاب. طب مستر مين وقتها بقى اللي كان بيحكم مصر؟ هقول لك يا صاحبي والله وقتها اللي كان بيحكم مصر ناس اسمهم الرومان. تمام، والرومان دول ليهم امبراطور اسمه هرقل. الامبراطور ده كان معين والي روماني، الوالي ده كان اسمه المقوقس. مستر مش فاهم حاجه. بص وقتها الرومان كانوا بيحكموا مصر. تمام، الرومان دول ليهم امبراطور بيحكم الامبراطوريه الرومانيه كلها، لان الامبراطوريه مش بتكون في مصر بس، لا في اكتر من دوله. تمام، فقال لك اللي بيحكم كل الدول دي واحد اسمه هرقل. المعلم ده هو الامبراطور، ولكن اكيد مش هينزل في كل دوله يحكمها، لا بيعين والي هنا والي هنا والي هنا. فكان معين والي اسمه المقوقس قاعد في مصر. فوقتها الرسول لما بعت كتاب او بعت رسل بعتها لمين؟ قال لك الرسول بعتها للمقوقس ده. تمام، بيدعوه الى الاسلام. ولكن يا صاحبي وقتها المقوقس ده رفض الاسلام بشيك. كان راجل شيك كده وجنتل، قال لك لا مش موافق على الاسلام، وقال لك عشان الرسول ما يزعلش مني هبعت له هديه. تمام، فبعت له اكتر من هديه. اللي يهمني يعني كان من ضمن الهدايا دي بعت له بنت اسمها ماريا القبطيه، ومن اسمها كده ماريا القبطيه يعني مسيحيه. قال لك وقتها ماريا دي لما راحت للرسول، تمام، وخد بالك في ناس تقول ايه ان ماريا دي بنت المقوقس، لا هي كانت جاريه عنده ما كانتش بنته. تمام، المهم يعني ان ماريا دي تمام كانت جاريه وكانت مسيحيه. فلما راحت للرسول وقتها اسلمت والرسول اتجوزها. تمام، طب حلو جدا. ايه اللي يهمني يعني اول واحد حاول يفتح مصر مين؟ الرسول. طب نجح ما نجحش؟ تمام، مستر ازاي الرسول ما ينجحش؟ مالكش دعوه. تمام، المهم يعني مين بقى تاني واحد؟ هقول لك يا مستر تاني واحد حاول يفتح مصر واحد اسمه سيدنا عمر ابن الخطاب. مستر خد بالك من حاجه، ايه؟ انت وقعت واحد في النص. مستر انا دارس تاريخ وعندي معلومات وعارف ان اللي قبل عمر بن الخطاب واحد اسمه ابو بكر الصديق. فليه ابو بكر الصديق ما حاولش يفتح مصر؟ يعني الرسول حاول، تمام، عمر حاول، في واحد في النص كده اسمه ابو بكر الصديق. ليه بقى ده ما حاولش يفتح مصر؟ حلو جدا. قبل ما اقول لك ليه ابو بكر الصديق ما حاولش يفتح مصر، خليني اقول لك هو ليه اصلا عمر بن الخطاب حاول يفتح مصر. هتقول له يا مستر ما هو حاول يفتح مصر عشان الرسول وصاه. هقول لك لا، مش ده السبب الوحيد، في سبب تاني ده خلى ان عمر يحاول يفتح مصر ولكن ابو بكر الصديق ما يحاولش يفتح مصر. تمام، طب حلو جدا. مستر ايه بقى السبب؟ هقول لك تعالى. بص يا صاحبي لما اجي اتكلم معاك، تمام كده، لما اجي اتكلم معاك ان انت عندك مثلا دي قاره افريقيا مثال يعني، تمام، ثانيه، مثال مثلا يعني، تمام، طيب حلو جدا. بص يا صديقي ايه اللي يهمني ان انت عندك هنا في منطقه اسمها الشام.
الشام دي كان فيها الروم، تمام؟ كان فيها مين؟ كان فيها الروم. الروم كانوا بيحكموا الشام، والروم كانوا بيحكموا مصر، تمام؟ والروم بيحكموا كل المنطقه دي، وبيحكموا كمان دول في اوروبا. ايه اللي يهمني ان وقتها صاحبي اخدنا في الترم الاول ان انت عندك سيدنا عمر بن الخطاب دخل وفتح المنطقه دي اللي اسمها مين؟ اللي اسمها الشام. طب مستر لما فتح المنطقه دي كان بيحارب مين؟ كان بيحارب الروم. وقتها صديقي طرد الروم من الشام وراحوا مصر. طيب الوقت الروم اتهزموا، اتغلبوا، قوه عظمى، امبراطوريه عظمى، اتغلبوا من دوله لسه ناشئه جديد. فدلوقتي الروم يزعلوا ولا ما يزعلوش؟ يزعلوا. يتقمصوا ولا ما يتقمصوش؟ يتقمصوا. فقال لك بالظبط كده عمر بن الخطاب، تمام، شاف ان دلوقتي لما الروم راحوا مصر هنا، تمام كده، لما الروم راحوا مصر هنا ممكن في اي لحظه يرجعوا تاني يحاربوا الدوله الاسلاميه. خلاص احنا خدنا الشام، يعني نشيل مين؟ نشيل الروم. اصبح دلوقتي ان المنطقه دي تبع الدوله الاسلاميه، صح كده؟ فقال لك خلاص ممكن الروم في اي لحظه يرجعوا تاني يحاربونا، صح؟ فاصبح دلوقتي وجود الروم في مصر بيمثل خطر على الدوله الاسلاميه. وقال لك مش بس كده، الناس دي غدارين، ده ممكن كمان يعدوا البحر الاحمر ويخشوا لنا هنا في المدينه، ودي كانت عاصمه الدوله الاسلاميه. فاصبح الوقت الروم دول بيشكلوا خطر على الدوله الاسلاميه. مستر يعني عايز تعرفني ان من ضمن الاسباب خلت عمر بن الخطاب يفتح مصر هو انه يامن فتوحاته في الشام؟ هقول لك الله اكبر عليك، صح كده. يبقى انت عندك دلوقتي من ضمن الاسباب تامين، تمام، فتوحات المسلمين فين؟ في الشام، وكمان تامين العاصمه او المدينه او مركز الخلافه. حلو كده. طيب مستر برضه ما قلتليش ليه قلنا ان عمر فتح مصر وابو بكر ما فتحش مصر؟ هقول لك اصلا لان وقتها ابو بكر الصديق ما كانش قدر يفتح الشام. هو ليه عمر فتح مصر؟ عشان يأمن الشام، لانه نجح في فتحها. يبقى دلوقتي ليه يا صاحبي ابو بكر الصديق ما حاولش يفتح مصر؟ لانه اصلا ما نجحش في اللي نجح فيه عمر بن الخطاب. كان لسه وقتها ابو بكر الصديق مشغول في فتوحات الشام، تمام؟ وانت عندك يا صاحبي احنا اصلا فتحنا مصر عشان نأمن فتوحاتنا. فهمت الكلام ده؟ طب 100 100. يبقى انت عندك كده ده اول سبب. يبقى اتكلمنا مين اول واحد حاول يفتح مصر؟ الرسول. ليه ابو بكر ما حاولش يفتح مصر؟ لان صديقي كان لسه مشغول في تامين، او كان لسه مشغول في فتوحات الشام، تمام؟ طب 100 100. ليه عمر بن الخطاب حاول يفتح مصر؟ اكتر من سبب هنتكلم عنهم دلوقتي، تمام؟ طب حلو جدا. تعالى بقى نتكلم على اللي بعد كده. طب مستر هتقول لي بقى ازاي بقى عمر بن الخطاب فتح مصر؟ انا متحمس كده وعايز اعرف بقى ازاي دخلنا وحاربنا ومسكنا الخنجر وكلام من ده. لا ده انا من الزمالك مالناش دعوه. المهم يعني ازاي دخلنا وحاربنا وايه اللي حصل والروايه دي كلها. هقول لك هي فعلا حاجه حلوه، بس قبل ما نتكلم ازاي المسلمين دخلوا فتحوا مصر خلينا نتكلم يا صديقي عن احوال مصر قبل مجيء المسلمين، تمام؟ خلينا افكرك، هو مين اللي كان بيحكم مصر؟ هل كانت دوله مستقله ولا كانت دوله محتله؟ تقول له مستر لا انا مصحصح معاك ومفوق، مصر كانت دوله محتله. طب مين اللي كان بيحتلها؟ الروم يا مستر. الله اكبر عليك. يبقى انت عندك كده هقول لك ان الروم كانوا محتلين مصر. فانا بتكلم معاك دلوقتي عن ايه؟ بتكلم معاك عن حاجه اسمها احوال مصر قبل، تمام، مجيء الفتح الاسلامي. طب بقول لك يالا مش ممكن ابدل العنوان ده واقول لك احوال مصر تحت حكم الرومان؟ والله مستر صح، تمام 100 100. المهم يعني احواله كانت عامله ازاي؟ شيء اخبرك. قال لك يا صاحبي كانوا بيعانوا ازاي يعني؟ قال لك بيعانوا ثلاثه، تمام؟ بيعانوا سياسيا، بيعانوا اقتصاديا، بيعانوا دينيا. تاني بيعانوا ايه؟ بيعانوا سياسيا، بيعانوا اقتصاديا، بيعانوا دينيا. نكتبهم بقى يلا تاني عشان نحفظهم. قال لك بيعانوا، يلا قول معايا، سياسيا، اشتغل معايا كده ما تنامش. بيعانوا، قال لك بيعانوا اقتصاديا. ها التالتة ايه؟ قولها، الله اكبر عليك. بيعانوا دينيا، تمام؟ طب 100 100. نمسك اول حاجه بيعانوا سياسيا، تمام؟ طب مستر مالهم؟ قال لك يا صاحبي من الاخر ان الروم وقتها او الحاكم الروماني اللي هو المقوقس او غيره يعني ايا كان من الحاكم كان ماسك كل حاجه في الدوله، كان بيتحكم في الشؤون الماليه، بيتحكم في الشؤون الاداريه، بيتحكم في الشؤون القضائيه. نكتبه عشان نحفظهم، يلا قول معايا. بيتحكم في الشؤون الماليه، يلا فوق معايا كده. بيتحكم في الشؤون الاداريه، جدع احفظ معايا. بيتحكم في الشؤون القضائيه، تمام؟ طب حلو جدا مستر. الحاكم معاه كل الكلام ده؟ طب مستر ده معناه ايه؟
معناه مستر ان شطور؟ لا مش شطور يعني ايه. احنا عندنا في المنهج بتاعنا او في السياسه ان لازم الحاكم يكون معاه حاجه واحده بس، ما يكونش معاه اكتر من حاجه. ليه؟ لازم يكون في حاجه اسمها الفصل بين السلطات، ان كل واحد معاه سلطه بيعملها، كل واحد له مهمه واحده. ولكن الحاكم لو بقى في ايده اكتر من مهمه، اكتر من سلطه، ده بنسميه مبدأ عدم الفصل بين، تمام كده، السلطات. ليه؟ لانه معاه اكتر من سلطه، فاحنا كده ما فصلناش، لا كلهم متجمعين في ايد حاكم واحد بس، وده بنسميه مبدأ ديكتاتوري. تمام؟ ديكتاتوري اللي هو معاه كل السلطات. يبقى ده اول حاجه. طب مستر ليه ديكتاتوري؟ قال لك يا صاحبي لان الرومان متحكمين في كل حاجه، المصريين ما كانوش بيشاركوا في الحكم، تمام؟ فما كانش في ديمقراطيه. طب 100 100. دي اول واحده، وعايز اقول لك انها مش مهمه على قد ما دي مهمه. قال لك المصريين كانوا بيعانوا اقتصاديا. ليه يا مستر؟ قال لك حاجتين. اول حاجه يا صاحبي كانوا بيفرضوا علينا ضرائب باهظه. وكلمه باهظه دي لا باهظه بجد. يعني عمرك شفت حد بيفرض ضريبه على شعب عشان بيتنفس؟ او مستر انت بتقول ايه؟ عشان بنتنفس؟ كان يجوا عند البيت كده، انت عندك كام شباك؟ الشباك ده بيدخلك هوا صح؟ كل ما كان عندك شبابيك اكتر، تمام، بتدفع ضرائب اكتر. طب مستر افرض بقى عندي بلكونه، ياه لا لا هتدفع كتير جدا، تمام. المهم يعني كان اي حاجه في الدنيا يدفعوك عليها ضريبه، فالشعب كان بيعاني لحاجه اسمها دفع الضرائب، تمام كده، الباهظه. ده اول حاجه. ولكن اقول لك عادي يا عم، احنا شعب كسيب، بنشتغل بنتعب بنشقى بعرقنا وندفع ضريبه، ايه يعني احنا ناس مبذره؟ قال لك لا، ما هي دي المشكله الثانيه، انت اصلا معكش فلوس تدفع ضريبه. ليه؟ قال لك لان وقتها الروم كانوا واخدين المصريين مخزن، خد بقى، للغلال. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يا صاحبي وقتها ان مصر دي كانت دوله غنيه جدا. يعني شوف، وقت ما كانت غنيه كان في حد بيستغلها، دلوقتي مش غنيه ومفيش حد بيستغلها، تمام، لان مش غنيه يعني. المهم قال لك وقتها مصر كانت من اكبر الدول في العالم انتاجا للقمح. القمح ده بنعمل منه عيش ومكرونه وكلام من ده يعني. المهم يعني للرز، تمام كده، القمح والرز، وكان عندها يعني حاجات عنب، تمام. طيب المهم وقتها ان الروم كانوا بيستغلوا مصر. اول ما نزرع القمح يوم جاي واخدين شحنه كبيره كده، حوالي بالظبط 135 الف طن. واخد بالك من رقم 135؟ مش بقول لك كيلو، ولا 135 الف طن، تمام. وكانوا بيسموها الشحنه السعيده، يعني كانوا بيستغلوا مصر جامد جدا. طب قول لي انت بقى اللي اشتغل معاه الشاطر دلوقتي ان مصر بتنتج قمح بالكميه الكبيره دي، ده معناه ان مصر مهمه ايه؟ مهمه سياسيا، مهمه اجتماعيا، مهمه دينيا، مهمه اقتصاديا. لا مستر، ده معناه ان مصر لها اهميه اقتصاديه. طب ده معناه ان مصر غنيه ولا مش غنيه؟ مستر ده معناه ان مصر غنيه، يعني مصر فيها امن. خد بالك من ده بقى، امن غذائي. يعني دلوقتي لو جيت قلت لك ان الرومان مش موجودين مثلا، يعني تخيل معايا الشعب المصري يقدر يكفي نفسه من الغذاء ولا لا؟ مستر ده يقدر ونص. ليه؟ عندنا اكل كتير جدا، يبقى احنا عندنا اكتفاء، تمام، غذائي، يعني اكتفاء من الغذاء، صح كده؟ يبقى دلوقتي ليه مصر مهمه للروم؟ عشان اهميتها الاقتصاديه، انها عندها غذاء، تمام. طب حلو جدا. طب بقول لك يا مستر، انا عندي ربطايه. مش انت قلت لي في المقدمه ان الرسول صلى عليه تاني، تمام، ان الرسول كان بيوصي الصحابه ان مصر دي ارض القراط وانها فيها فلوس؟ مستر صح. يبقى على كده ان الكلام ده دليل على اقوال الرسول. هقول لك والله انت برنس ومعلم وصحصحت معايا. تاني حاجه بصديقي، قال لك صديقي كانوا بيعانوا دينيا. اول حاجه بيعانوا ايه؟ سياسيا، بيعانوا اقتصاديا، تاني حاجه بيعانوا ايه؟ بيعانوا دينيا. طب مستر ليه بقى بيعانوا دينيا؟ هل كان مثلا في دين ودين بيعارضوا بعض؟ قال لك لا. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك الشعب المصري، المصريين كانوا مسيحيين، تمام. يبقى انت عندك كده المصريين كانوا مسيحيين. يعني يا مستر بقى الروم يهوديين وبيحاربوهم. قال لك برضو الروم مسيحيين. ايه ده؟ مستر الكلام ده انت نايم ولا ايه؟ لا 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 مش نايم. مستر المصريين مسيحيين والروم مسيحيين، طب ما كده اخوات اهو، يعني كده واحد. ليه بيعانوا دينيا؟ ما هي نفس الكنائس ونفس كل حاجه. قال لك لا، مش نفس كل حاجه. قال لك يا صاحبي في حاجه اسمها اختلاف مذاهب. انت مش هتفهمها بس اقولها لك يعني، تمام، انت كده حمار. المهم ان انت عندك المسيحيين والمصريين كان مذهبهم ارثوذكسي،
ولكن المسيحيين الرومانيين مذهبهم كاثوليكي. فهمت حاجه؟ لا عنك ما فهمت، مش مهم. عندنا في الاسلام حاجه اسمها مذهب سني، مذهب شيعي، هما الاثنين مسلمين ولكن اختلاف مذاهب. تمام؟ فانت عندك الوقت اللي يهمني يعني الاثنين مسيحيين مع اختلاف الايه؟ المذاهب. فقال لك وده صاحبي بقى ان الروم كانوا كل ما يشوفوا مصري مسيحي ارثوذكسي يضطهدوه، يقول لي لو ما حولتش كاثوليكي هفرتكك. تمام كده؟ فوقتها صديقي كان اي حد مصري مسيحي بيضطهد، بيقتلوهم، بيعذبوهم، بيهدموا الكنائس، لدرجه ان كان في واحد اسمه بنيامين. تمام؟ بنيامين ده صاحبي كان بطريرك الكنيسه، يعني كان حاكم الكنيسه. من كتر الاضطهاد هرب للصحراء ومش هيرجع غير لما المسلمين يجوا يفتحوا مصر، وسيبها الاخر ده نتكلم عنها. تمام؟ المهم يعني ان بنيامين ده كان هربان للصحراء. اسالني سؤالين، اسالني سؤالين هجاوبك عليهم بعدين. حلوه دي لايقه. اول سؤال، اشمعنى هربان للصحراء؟ تمام؟ اشمعنى للصحراء؟ السؤال الثاني، هيرجع امتى وليه؟ حلو كده؟ سالتني سؤالين سجلهم عندك بقى، والمطلوب ان شاء الله نجاوبهم لما نكون خلصين الفيديو ده. تمام؟ طب 100 100. دي يا صاحبي كان احوال مصر قبل مجيء مين؟ قبل مجيء الفتح الاسلامي. يبقى انت عندك المصريين كانوا عايشين متهنيين ولا بيعانوا؟ لا بيعانوا. بيعانوا ايه بقى؟ سياسيا، اقتصاديا، بيعانوا دينيا. تمام؟ طب 100 100. تعال بقى نتكلم عن فتح مصر. تمام؟ عن مين؟ عن فتح مصر. يعني خلاص يا صديقي احنا بنتكلم ان خلاص يعني تمام ان عمر بن الخطاب هيبعت عمرو بن العاص يفتح مصر. ازاي بقى الفتح ده تم؟ قال لك يا صاحبي والله الفتح تم عن طريق اكتر من حاجه، ولكن قبل ما نتكلم ازاي الفتح تم وازاي عمرو بن العاص هيفتح مصر، خلينا نسال سؤال، هو ليه اصلا عمرو بن العاص عايز يفتح مصر؟ او ليه عمر بن الخطاب عايز يفتح مصر؟ هقول لك يا صاحبي اكيد عندك اسباب. هقول لك بالظبط. انا عندي حاجه اسمها عوامل. يعني ايه عوامل؟ يعني اسباب. تمام؟ طب عندك كام عامل؟ قال لك بسم الله عندك عامل اسمه عامل ديني. حلو كده؟ تاني عامل عندك قال لك عامل تمام اسمه عامل حربي. العامل الثالث قال لك عامل تمام اسمه عامل تاريخي. يبقى عندك كام عامل؟ عندك 3 عوامل. تمام؟ نمسك كل عامل وناخد التركيه بتاعته، وعايزك بقى تركز معايا وتكتب معايا. اول حاجه جنب الديني نكتب وفاء بعهد. او مستر مش فاهم حاجه. جنب الحربي نكتب الجغرافي. تمام؟ جنب التاريخي نكتب اقتصادي. مستر مش فاهم حاجه. طب ما انا عارف، انا بس بجذب انتباهك. تمام؟ بديك حاجه مش فاهم عشان افهمها لك. بص بقى، اول حاجه صاحبي نمسك العامل الديني. كلمه عامل يعني سبب. هل احنا كمسلمين واحنا رايحين نفتح مصر هل كان عندنا اسباب دينيه؟ قال لك ايوه كان عندنا اسباب دينيه. ايه هم؟ هو اللي هم رايحين ننشر الاسلام. انت عايز اكتر من كده؟ رايحين ننشر الاسلام. طب مستر ليه بقى كتبت جنبها الوفاء بالعهد؟ هقول لك يا صاحبي دي فيها معلومه من المقدمه. فاكر لما كنت بقول لك ان الرسول وصى الفاتحين ان هم يفتحوا مصر؟ بس كده يبقى احنا بنوفي بعهدنا مع الرسول ان هو وصلنا فتح مصر. ده اول حاجه. تاني حاجه بقى العامل الحربي، وده يا صاحبي اللي مهم جدا. تمام؟ وعلى فكره اخدناه من شويه. فاكر لما كنت بقول لك عندك هنا، او سيبك من دي، بص يا صاحبي، فاكر لما كنت بقول لك عندك هنا دي دولة مصر؟ او مستر فاكر؟ وكنت بقول لك يا صاحبي ان انت عندك هنا المدينة الدولة الإسلامية، وعندك هنا الشام، او مستر فاكر؟ لما قلت لك من شوية ان انت عندك دلوقتي المسلمين فتحوا الشام، يعني اصبح هنا مسلمين. تمام؟ واصبح هنا مسلمين. وخد بالك هنا المدينه عاصمه الدوله الاسلاميه في عهد الخلفاء الراشدين. تمام؟ يعني هي مركز الخلافه. مستر هو انت ليه عمال تكررها؟ انا بكررها عشان ان هي مركز الخلافه، يعني العاصمه لو سقطت الدوله بالكامل سقطت. خدها معلومه عندك وتركايه. تمام؟ لو العاصمه سقطت الدوله بالكامل سقطت، لان العاصمه فيها مركز الحكم، مركز الاداره، مركز القوه، مركز السلطه. فلو انت سيطرت على العاصمه كل حاجه وقعت. تمام؟ خلاص ما عادش في دوله. تمام؟ 100 100. فانت عندك دلوقتي قال لك ان الروم موجودين فين؟ موجودين هنا. حلو جدا. تمام؟ الروم دول لا اما يهجموا كده اهو ويحتلوا الشام، لا اما يهجموا كده اهو ويحتلوا المدينه، وفي الحالتين بيشكلوا خطر على المسلمين. طب مستر ايه اللي يخلي الروم سهل يهجموا؟ لان موقع مصر الجغرافي، خد عندك بقى موقع مصر الجغرافي
قريب من الشام وقريب من المدينه. تمام. تاني، موقع مصر الجغرافي اللي عايش فيه الروم قريب من الشام وقريب منين؟ من المدينه. يبقى دلوقتي العامل الحربي ليه؟ عشان موقع مصر الايه؟ الجغرافي. تمام. يبقى دلوقتي لما اجي اقول لك ليه عمر بن الخطاب كان عايز يفتح مصر، هيقول لك يا مستر عامل حربي. لا، السؤال ما بيجيش كده. يقول لك اول حاجه لتامين مركز الخلافه اللي هي المدينه، لتامين فتوحاته في الشام، صح، لتامين فتوحاته في الشام من المنطقه الجنوبيه الغربيه اللي هي مصر. ما انت عندك هنا بص، مصر بتقع جنوب غرب الشام، حلو كده، تمام، 100 100. يبقى انت عندك كل ايه؟ تريكات وكلام من ده. نرجع للي بعده، هتكلم معاك بقى عن العامل التاريخي. قال لك يا صاحبي على مر الزمان قبل ما نحاول نفتح مصر وقبل اصلا ما يجي الرسول، تمام كده، صلى عليه المره الثالثه، قبل ما يجي الرسول، قال لك يا صديقي وقتها ان انت عندك كان في علاقات دايره وقايمه بين مصر ومنطقه الحجاز. يعني انت عندك كان دايما اللي هي مدينه، يعني كان في علاقات تاريخيه وعلاقات تجاريه بين مصر والحجاز، كانوا بيتعاملوا مع بعض وبيتاجروا مع بعض وكان في صله قرابه. تمام. فانت عندك دلوقتي كنا بنتاجر مع بعض في، تمام، كان في ثانيه، قال لك كان في تجاره بين مين ومين؟ بين الحجاز، تمام كده، الحجاز ومصر. تمام. التجاره دي بقى جانب ايه؟ مصدر التجاره بتجيب فلوس، واي حاجه بتجيب فلوس حاجه ايه؟ اقتصاديه. فلما يتكلم معاك اي من العوامل الاتيه عوامل اقتصاديه، تختار ايه؟ الحربي الديني ولا التاريخي؟ لا، التاريخي. اي من العوامل التاليه عامل جغرافي، هتختار ايه؟ الحربي. اي من العوامل التاليه بتدل على مبدا الوفاء بالعهد، هنختار الايه؟ نختار العامل الديني. تمام. يبقى انت عندك كده دي كلها عوامل لفتح مصر. خد بالك من حاجه بقى، قبل ما نحاول نفتح مصر، تمام، قبل ما نفتح مصر كان اصلا سيدنا عمر ابن الخطاب كان رافض نفتح مصر. يعني ايه الكلام ده؟ خد القصه دي. تعال اتكلم معاك عن حاجه اسمها مؤتمر الجابيه. مؤتمر، تمام، الجابيه. اول حاجه مستر، مين الجابيه دي؟ قال لك الجابيه موجوده في الجولان جنوب سوريا. يبقى انت عندك كده الجابيه دي موجوده جنوب سوريا. حلو جدا. ايه اللي يهمني يعني؟ بعد ما عمرو بن العاص فتح بيت المقدس، قال لك ان هو كان وقتها اتجمع مع عمر بن الخطاب في منطقه اسمها الجابيه جنوب سوريا. تمام. وقال لك وقتها ان عمرو بن العاص هو اللي طلب، خد بالك من دي، هو اللي طلب من عمر بن الخطاب ان هو يفتح مصر. ولكن وقتها عمر بن الخطاب كان رافض نفتح مصر. ايه ده يا مستر؟ عمر بن الخطاب رافض نفتح مصر؟ اشمعنى يعني؟ ده حتى لما نفتحها هنستفاد منها. قال لك هو عمر عارف الكلام ده، تمام، بس هو مش رافض لانه جبان، او مش رافض لانه مش عايز، او مش رافض لانه مش حابب نوسع الدوله. لا، هو رافض لاسباب حكيمه. تمام. ايه هي الاسباب؟ قال لك يا صاحبي والله احنا لسه فاتحين منطقه الشام، ولسه الجنود داخله في حرب كبيره جدا، حرب اليرموك، ثم حرب اللي اسمها وقتها الجابيه، دخلنا في اكتر من حرب يعني. تمام كده. طب 100 100. المهم دلوقتي ان انت عندك الجيوش كانوا داخلين في حروب متواصله، فالجيش هلكان مرهق، ما خدش بريك، ما خدش استراحه. تمام كده. طيب حلو جدا. مش بس كده، قال لك كمان انا لسه فاتح الشام، فنضمن منين ان انا عملت استقرار، حققت استقرار، وكل الروم مشوا من الشام؟ ما يمكن في واحد جاسوس قاعد هنا ولا قاعد هنا ولا مستخبي هنا ولا مستخبي هنا. فاهدى يا عم عمرو يا ابن العاص لما نعمل استقرار في الشام ونتاكد ان احنا ثبتنا حكمنا في الشام. تمام. لان مش عايز اروح افتح مصر اوبا لا حد بيضربني من قفايا، لا، أأمن قفايا ثم امشي بوشي من الاخر يعني. تمام. فقال لك وقتها ان عمر كان عايز يحقق استقرار فين؟ في الشام. كان عايز يثبت، خد بالك بيه، يثبت، تمام كده، دعائم الدوله الاسلاميه، تمام، في منطقه الايه؟ منطقه الشام. يعني دلوقتي سيدنا عمر بن الخطاب كان رافض يفتح مصر في البدايه، ليه؟ هل لانه مش حابب، ولا انه عنده نقطه شك ان ممكن يكون في حد وكلام من ده؟ عنده نقطه شك، عايز يثبت استقرار، يحقق استقرار. تمام. طب 100 100. ولكن يا صاحبي بقى، قال لك ان عمرو بن العاص من صغره ذكي، بيعرف يقنع اللي قدامه. واديك تركايه، فاكر لما كان بيقول لك، او كنا بناخدها، لما وقتها المسلمين هربوا وراحوا وعاشوا مع عند ملك الحبشه؟ مستر فاكر الكلام ده؟ فاكر وقتها بقى لما قريش بعتوا ناس يقنعوا ملك الحبشه، تمام، اللي هو النجاشي، يقنعوا ملك الحبشه ان هو يسلموا المسلمين؟ بعتوا مين؟ بعتوا عمرو بن العاص.
ليه؟ الراجل ده تمام سيدنا عمرو بن العاص كان عنده دهاء سياسي ودهاء في اللغه، وبص كان بيعرف يقنع اللي قدامه، يعني بص كان جامد جدا، يعني ابحث عنه واسمع فيديوهاته. تمام؟ طب حلو جدا. فقال لك وقتها بقى ان عمرو بن العاص قعد مع عمر بن الخطاب وقعد يقنعه. قال له بص انت خايف يكون في عدم استقرار. طب ما هو اصلا يا سيدنا عمر بن الخطاب اصلا يعني لو احنا فتحنا مصر هنأمن الشام. عمر بن الخطاب قال له ازاي؟ فهمني كده. قال له يا ابني ما لسه مش هشرح لك من شويه. تمام؟ مالوش يا ابني طبعا، يعني كان خليفه. تمام؟ قال له سيدنا عمر ما دلوقتي الروم هنا بيمثلوا خطر علينا، فاحنا لو فتحنا مصر هنحقق استقرار في الشام. عمر بن الخطاب قال له صح، عندك حق، اقنعتني، بس برضه قال له اهدى بس اكمل. قال له مصر دي فيها فلوس كتير جدا، هي اكثر الارض اموالا، مليانه فلوس. قال له بس برضه يعني ممكن نخسر. قال له لا، واعجزها عن القتال. يعني هي مليانه فلوس، مليانه خيرات، والناس اللي فيها ضعاف ما بيعرفوش يحاربوا، فسهل نكسبها. قال له بس يعني انا اقتنعت بس حاسس. قال له بس اهدى عليا، مش بس كده، انت كمان لو فتحت مصر هتكون عونا للمسلمين، هتساعد المسلمين، هتساعدك في ازمه لو احتجت فلوس، هتساعدك في الاكل والشرب لان مليانه اراضي وكلام من ده. مش بس كده، ده انت كمان لما تفتح مصر هتعرف تروح تفتح اللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها لحد ما تروح تفتح جنوب غرب اوروبا وتفتح الاندلس. وبالفعل اخذنا الكلام الترم الاول تمام في عصر الدوله الامويه، ان انت عندك بعد ما فتحنا مصر كان دي كانت البوابه ان احنا نفتح باقي شمال افريقيا. الله، تصدق عندك حق. يعني كده فتح مصر اول حاجه مليانه اموال، جيشها ضعيف، تمام كده، فيها ثروات هتساعد المسلمين. خلاص يا عم عمرو بن العاص خد جيش وروح حارب. تمام؟ خد السلاح وروح حارب وروح افتح مصر. في وقتها عمرو بن العاص اقنع عمر بن الخطاب بفتح مصر. تمام؟ واداله جيش. تمام كده؟ اداله جيش عدده، تمام ركز بقى معايا، عدده 4000 مقاتل. ايه ده مستر كام؟ 4000 مقاتل بحالهم؟ لا لا، بحالهم ايه؟ 4000 رايحين يواجههم عدد كبير جدا. تمام؟ فالجيش كان قليل جدا، بس عمرو بن العاص ما استسلمش رغم ان عمر بن الخطاب اداله 4000 بس وقتها اصر انه يفتح مصر واخد الجيش ده العدد الصغير. تمام؟ ودخل يفتح مصر. طب ان عمر بن الخطاب رغم ان معاه عدد قليل وبالفعل دخل يفتح مصر، ده بيدل على ايه؟ ده بيدل على اصرار، قصدي عمرو بن العاص، اصرار عمرو ابن العاص على فتح مصر، ان رغم ان معاه عدد قليل ولكن دخل يفتح مصر. بص بقى الجزء اللي جاي ده اللي انا هشرحه جاي لك عليه في الامتحان سؤال اقل حاجه، لان ممكن سؤالين، تمام، او سؤال بدرجتين. فانت عندك الجزء الجاي ده هو اهم جزء في الدرس، لو انت فهمته فانت كده يعتبر ضمنت نص الدرس. تمام؟ فلو انت صاحبي بتصحصح معايا صحصح كده، كوبايه شاي كوبايه قهوه، وعايزك بقى تسجل معايا اي كلمه هقولها لك. تمام؟ فوق معايا كده، وعايزك يا ريت لو انت طالب دحيح قوي ترسم معايا. تمام؟ تبقى انت كده عملت الواجب وزياده. قشطه؟ طب 100 100. ولحد دلوقتي لو لسه ما اشتركتش عيب منك، يعني اكيد اشتركت. تمام؟ اكيد يعني هقدم لك شغل كله كان المفروض يكون على المنصه بفلوس، ولكن والله العظيم يعني قلت الكل هيكون مجانا وهنزله. تمام؟ فاشتراك، لايك، كومنت حلو كده، ابعت الفيديو لاصحابك، لان باذن الله هعمل لكم السنه دي عظمه. تمام؟ سواء شرح تفصيلي او مراجعات او امتحانات او اي حاجه تيجي في بالك. بص بقى هتكلم معاك عن حاجه اسمها مراحل فتح مصر. يعني احنا ازاي هنفتح مصر؟ قال لك يا صاحبي اول حاجه نرسم الدنيا، ونرسم عندك مصر. مصر دي تمام كده عامله كده. تمام؟ طب حلو جدا. بص يا صديقي عندك هنا دي مصر. قشطه؟ تمام؟ حلو. بص يا صديقي، او نمسح دي قناه السويس، يعني كناش وقتها عملناها اللي عملها السيسي. المهم يعني ان انت عندك دي مصر. اول حاجه عايزك تركز على الحته دي، وعايزك تركز على الحته دي. مستر مين دي؟ قال لك يا صاحبي دي مدينه الاسكندريه، دي كانت عاصمه مصر وقتها. ايه ده يا مستر؟ يا مستر اللي اعرفه ان القاهره عاصمه مصر. اقول لك لا، وقتها الاسكندريه كانت عاصمه مصر. تمام؟ طب حلو جدا. طيب عمرو بن العاص هياخد جيش ويخش يفتح مصر، بس فكرني بقى عمرو بن العاص كان موجود فين؟ موجود في سوريا، صح؟ يعني هيجي من المنطقه دي كده. فقال لك جو منطقه اسمها قيصريه، ما تحفظش اسمها مش مهم. المهم يعني اخذ الجيش وجاي، اخذ الجيش وجاي، دخل مصر. قبل ما اقول لك ان هو داخل مصر فكرني كده
مصر كان فيها مين؟ مصريين ورومان. المصريين اللي في مصر بيحبوا الرومان ولا لا؟ مستر انا هعرف منين؟ هديك على وشك. مش قلت لك من شويه ان المصريين يعانوا. المصريين يعانوا سياسيا، يعانوا اقتصاديا، يعانوا دينيا، صح كده؟ فاصبح الوقت انت كواحد مصري تخيل انك عايش ايام الرومان، هتكون حابب الرومان يمشوا ولا يقعدوا؟ كده مستر يعني يمشوا. فقال لك حلو، خد كده عندك بقى. انت عندك دلوقتي المصريين او عمرو بن العاص داخل يفتح مصر، فاول مدينه يدخل فيها عمرو بن العاص قال لك مدينه موجوده هنا كده اسمها العريش. مين يا مستر؟ العريش اول مدينه. اكيد بقى مستر لما دخل لقى بقى جيش ودخل في حرب جامده جدا وبوم وطخ وكلام من ده. قال لك لا، ده اول ما دخل العريش ما لقاش فيها جنود رومان، لقى المصريين اللي فيها بيستقبلوه. تعالى اخيرا انقذنا من الظلمه دول بيضطهدونا. ايه؟ سياسيا، اقتصاديا، دينيا، باكد عليك بس. المهم يعني استقبلوا المسلمين احسن استقبال. مين اللي استقبل؟ الرومان ولا المصريين؟ المصريين. حلو. وقال لك وقتها ان عمرو بن العاص دخل العريش وفتحها دون قتال. يعني ما حاربش؟ لا. ما عرقش حتى؟ لا. ما عملش اي حاجه؟ لا. طب اقول لك ايه، ان هو يخش العريش من غير ما يحارب ده معناه ان الروم بيحكموا سيطره على كل انحاء مصر ولا لا؟ كده مستر لا، يعني ده دخل منطقه او محافظه في مصر ما لقاهاش وما لقاش جنود رومان. طب بقول لك ايه، ليه بقى الرومان ما كانوش قاعدين في العريش؟ مستر يمكن خايفين. اقول لك لا. تمام. اقول لك يا صاحبي لان العريش ما كانتش مهمه بالنسبه لهم. انا قلت دلوقتي معلومتين. اول معلومه ان الرومان ما كانوش بيسيطروا على كل انحاء مصر. المعلومه الثانيه ان العريش مش مهمه بالنسبه لمين؟ للرومان. سجلهم عندك لان دي تريكات مش موجوده في الشرح. تمام. طب حلو جدا. المهم يعني بعد العريش هيسعى بقى ان هو يفتح مصر، اكيد مش هو في العريش يعني. طب حلو جدا. هيخش هنا في منطقه او مدينه اسمها الفرمه. مستر الفرمه دي مش موجوده حاليا. اقول لك الفرمه دي اللي هي حاليا بورسعيد. تمام. احلى مساحه بورسعيد يعني، انا من دمياط جنبكم من هنا. تمام. المهم يعني دخل الفرمه بورسعيد. مستر اكيد بقى دخلها من غير قتال. اقول لك لا، بورسعيد كانت مهمه فيها سمك. تمام. فقال لك لا، حارب وقتها الروم. يعني اول مواجهه، سؤال عندك في الامتحان، اول مواجهه، اول معركه، اول معاناه، اول قتال، اول محاربه عسكريه كانت فين؟ قال لك في الفرمه. تمام. فقال لك وقتها صديقي، قال لك وقتها ان انت عندك دلوقتي عمرو بن العاص دخل حاصر الفرمه لمده شهر. بص لما اعمل الدايره دي اعرف ان في حصار. تمام. يعني حاصرنا المدينه دي، فانت عندك دلوقتي دخل حاصر الفرمه لمده شهر، وبعد ما حصرها كسبنا وانتصرنا وفتحنا الفرمه بالفعل. تمام. يبقى انت عندك دلوقتي اول حاجه العريش دون قتال، ثم الفرمه حاصرناها لمده شهر وفتحناها، يبقى اول مواجهه عسكريه. اول قتال مين؟ الفرمه. هديك سؤالين وجاوبني يلا. اول مدينه دخلها المسلمين؟ العريش. طب اول مدينه دخلها المسلمين وحاربوا الروم؟ واحد يقول لي العريش. يا متخلف، ما حاربناش في العريش، احنا حاربنا في الفرمه. يبقى اول مدينه دخلناها العريش، اول مدينه دخلنا وحاربنا الفرمه. ركز صحصح معايا كده، صحصح للكلام. تمام. طب حلو جدا. المهم يعني الطبيعي دلوقتي انت عارف ان عاصمه مصر مين؟ الاسكندريه. واخدت كلمه مش قلتها لك ان لو العاصمه سقطت الدوله بالكامل سقطت. فدلوقتي انت تتوقع الافضل ايه؟ هل عمرو بن العاص ياخد لفه في مصر كلها ولا يخش على طول على العاصمه؟ مستر انا لو مكانه هخش على العاصمه. يعني بدل ما امشي كده والف في مصر كلها، لا، طب ما انا اخش على العاصمه على طول، طريق مختصر. صدق صح. ولو انا بقى كسبت العاصمه وسيطرت عليها وقعت الدوله كلها. الله اكبر، خطه في منتهى الذكاء. هقول لك لا، في منتهى الغباء. ايه ده يا مستر؟ اشمعنى؟ هقول لك تعالى فكرك. بص يا صديقي، دلوقتي انت عندك الروم قاعدين هنا وقاعدين هنا وقاعدين هنا وقاعدين هنا، وقال لك ان الروم كان عندهم قدره كبيره جدا واكبر امبراطوريه في العالم متفوقه في حرب السواحل، يعني حرب بحر واسطول بحر وكلام من ده. واحنا كمسلمين غلابه، احنا اصلا متربيين في الصحراء، ما كانش عندنا اسطول ولا كل الكلام ده. فقال لك عمرو بن العاص فكر فيها، قال لك لو انا دخلت من هنا هيحاربونا حرب سواحل يعني على البحر، وانا كعمرو بن العاص واحنا كجيش اسلامي ما عندناش خبره بحرب السواحل، احنا جامدين جدا في الصحراء. تعال لي في الصحراء يابا وهحط عليك.
لكن هتجي لي على الساحل هبرد، هيجي لي برد، ما احبش كده. تمام. فقال لك بص بقى، لو انا كعمرو بن العاص دخلت من هنا هخسر. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. فقال لك هنعمل ايه؟ هنخش في الصحراء. انت عندك هنا حاجه اسمها الصحراء، تمام، الشرقيه. حلو جدا. طيب مستر الروم بقى بيحاربوا فين؟ حلو، اقول لك بيحاربوا على السواحل. طب في الصحراء كتاكيت ما يعرفوش يحاربوا لانهم اصلا جايين من اوروبا، تمام، فرافير يعني. انا افتكرت حاجه، انت ومستر طرحت عليها سؤالين في اول الحصه. اول سؤال، اشمعنى بنيامين هرب للصحراء؟ ها ليه؟ اللي عارف بقى يكتب لي في الكومنتات. تمام، اول سؤال ليك. طيب تاني حاجه بقى، قال لك يا صاحبي عمرو بن العاص دلوقتي قدامه طريقين، لا اما يتجه في الصحراء لا اما يتجه على الساحل. لو انت مكانه تختار ايه؟ كده مستر خلاص بعد اللي حكيته انا هرجع كده في كلامي، تمام، هرجع في كلامي قشطه، وهعمل ايه؟ وهتجه للصحراء. تمام، ده اللي عمله بالظبط. قال لك عمرو بن العاص مشى كده مشى كده مشى كده لحد ما دخل منطقه هنا موجوده شرق الدلتا اسمها الشرقيه، اللي هي الشرقيه. بس وقتها ما كانش في حاجه اسمها الشرقيه، كان وقتها اسمها بلبيس، فاصبح بلبيس مدينه موجوده فين؟ في الشرقيه، بلبيس. تمام، بلبيس. حلو جدا. تمام، يبقى انت عندك دلوقتي بعد الفرمه اتجه لفين؟ اتجه لبلبيس. بلبيس دي على البحر ولا في الصحراء؟ لا في الصحراء. ان هو اتجه لبلبيس، كده مين يكسب؟ مستر احنا في صحراء ولا في بحر؟ لا احنا في صحراء. فصحراء يبقى المسلمين جامدين. قال لك بالظبط المسلمين ينتصروا على الروم. ليه؟ بسبب دهاء يعني ذكاء وخطه واستراتيجيه عمرو بن العاص. مش بس كده، كمان يا اسطى ان انت عندك هنا الروم كانوا متوقعين ان هو يجي من هنا، فهو لما دخل بلبيس خدع الروم. فقال لك ده معناه حاجه اسمها خداع استراتيجي او دهاء او ذكاء خلى عمرو بن العاص يكسب الروم. فين؟ في بلبيس. يبقى ظهرت الدهاء، ظهرت التخطيط العسكري فين؟ واحنا داخلين بلبيس. تمام، طب حلو جدا. بص بقى هحكي لك قصه. فاكر الترم الاول كنا خدنا في واحد اسمه الارطبون. الارطبون ده كان بيحكم بيت المقدس. تمام، لما عمرو بن العاص دخل بيت المقدس الارطبون هرب. تمام، راح استخبى في القدس. تمام، فدخله تاني فهرب تالت راح مصر. فنعمل ايه؟ قام عمرو بن العاص راح لمصر وقابله في بلبيس هنا فقتله. يعني الارطبون هرب مره، في الثانيه وبرضه راح له وقتله، اللي هو انت مكان ما تروح هاجي لك. تمام كده. طيب بعد بلبيس قال لك هيكمل الفتوحات وهيسير وهيمشي لحد ما يوصل لمنطقه هنا. المنطقه دي اسمها منطقه تمام، دنين. يا مستر دنين. هيخش دنين وهيفتحها. دنين دي موجوده حاليا في الازبكيه او شمال الازبكيه يعني. تمام مستر، مين الازبكيه؟ مالكش دعوه، هي في القاهره جنب القاهره كده، فناس عارفاها يعني. تمام، المهم يعني. تمام، دنين اللي هي حاليا الازبكيه. دخلوا دنين وفتحها قشطه قشطه لحد قال لك بقى ان وقتها هنا ما كانش في حاجه اسمها القاهره، دي زمان كان اسمها حصن بابليون. يعني المنطقه دي اسمها حصن بابليون. فالمفروض دلوقتي ان احنا نروح نفتح حصن بابليون ثم نروح الاسكندريه، ولكن قال لك بقى هنا سنسقط قليلا. ايه ده يا مستر اشمعنى؟ قال لك لان حصن بابليون هو اقوى حصن عسكري للرومان، لو انت فتحته يعتبر كسبت. تمام، يبقى اقوى حصن عسكري للروم هو مين؟ حصن بابليون. فاكيد دلوقتي عشان نفتحه هنواجه صعوبه ولا بكل سهوله؟ قال لك لا صاحبي، انت اكيد يعني هتواجه صعوبه. يبقى انت عندك كده اقوى حصن عسكري مين؟ حصن بابليون. فقال لك خلاص دخلنا نفتح حصن بابليون. تمام، اتجهنا جنوب غرب دنين. خد بالك، اتجهنا جنوب غرب دنين عشان نفتح مين؟ حصن بابليون. تمام، قال لك دخلنا نفتح الحصن واجهنا صعوبه ثم صعوبه ثم صعوبه ثم صعوبه، فضلنا محاصرين الحصن واقفين حواليه كده لمده 7 شهور. يا مستر فضلنا محاصرين الحصن لمده 7 شهور. قلت لك اي حصار نعلم عليه. هو احنا قبل كده عملنا حصار؟ فاكر لما كنا بنفتح الفرمه حاصرناها مده ايه؟ شهر. يبقى المشترك بين دنين او قصدي حصن بابليون والفرمه هو ايه؟ الحصار. تمام، طب حلو جدا. بص بقى هتكلم معاك على حاجه اسمها 7 شهور. تمام، هل يا مستر ال7 شهور دي موجوده في الكتاب؟ هقول لك لا، دي اختراعي قشطه. المهم يعني عندك هنا حاجه اسمها ال7 شهور اللي هو حصار حصن بابليون.
قال لك في السبع شهور دول هيحصل قصه. اول حاجه احنا كمسلمين دخلنا في اكتر من حرب، تمام؟ فالجيش بتاعنا بدا يستنزف، عدد الجنود بيقل، تمام؟ فقال لك ان احنا محتاجين نجدد الدماء. خد اللفظ عندك، قال لك يا صاحبي محتاجين نجدد الدماء، محتاجين دعم، تمام؟ محتاجين ايه؟ محتاجين دعم. فقال لك وقتها عمرو بن العاص بعت رساله لعمر بن الخطاب بيطالبه بدعم، يعني يبعت له جيش، تمام؟ تاني غير اللي موجود معاه. يعني دلوقتي مين اللي طالب؟ عمرو بن العاص طلب من عمر بن الخطاب، تمام، ان هو يبعت له جيش. فبسرعه عمر بن الخطاب لبى النداء، يعني سمع الكلام، وفي ثانيه بعت له مدد، تمام؟ بعت له مستر، بعت له مدد عدده 4000 مقاتل. قشطه. طب حلو جدا، ده بيدل على التواصل بين القائد والخليفه، اللي هو تواصل معاه فبسرعه بعت له مدد، تمام؟ طب حلو جدا. المهم يعني بعت له كام قاتل؟ 4000 مقاتل. ده امتى؟ وهو محاصر حصن نابليون. ركز بقى معايا. ال 4000 دول عمر بن الخطاب قال له بعت لك على كل 1000 رجل بمقام 1000. مش فاهم. نقسم ال 4000 على 4 فيهم الكام؟ مستار، يعني فينا في 1000، تمام؟ وهنا في 1000، وهنا في 1000، وهنا في 1000. حلو. دول كام بقى؟ 1000 2000 3 4000 مقاتل، تمام؟ طب حلو جدا. قال لك على كل 1000 من دول في قائد. القائد ده لوحده، يعني ده لوحده بمقام 1000، يعني هو راجل قوته بمقام 1000 كاملين، تمام؟ هتقول له يا مستر هما كده كام؟ 1000 و1000 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 واربع، واحد ب 1000 واحد ب 1000 واحد ب 1000، يعني كده مستر 8000 ومتخلف، ومكان واحد 4000 عادي جدا، بس في واحد قوته يعني بمقام 1000، تمام؟ عارف بقول لك ايه؟ الراجل ده يعمل منك 20. هل هو 20؟ لا، هو واحد بس قوته تعمل 20، تمام؟ طب 100 100. يعني بص هنقطعه ولا فوق معايا، مش وقته، تمام؟ المهم يعني قال لك بعت 4 قواد كل واحد منهم بمقام 1000 مقاتل. فعايزك تحفظ اسمين منهم، لازم عايزك تحفظ مين؟ اسمين. واحد اسمه، خد بالك، واحد اسمه الزهير ابن العوام، لازم تحفظ اسمه، ده اول واحد. الثاني اسمه عباده ابن الصامت، تمام؟ من يا مستر؟ الزهير بن العوام، وعندك عباده ابن الصامت. في واحد تاني بقى اسمه مسلمه بن مخلد، واحد اسمه عمرو بن مقداد. المهم اللي يهمني تحفظ الاثنين دول. قشطه. طب حلو جدا. طيب يبقى انت عندك دول تبع ايه؟ دول تبع المدد اللي بعته مين؟ عمر بن الخطاب. طيب 100 100. كمل معايا. قال لك يا صاحبي في خلال فتره الحصن هيحصل مفاوضات بين المقوقس حاكم مصر، تمام؟ وقتها المقوقس حاكم مصر هيحاول يعمل مفاوضات مع المسلمين. ليه؟ قال لك يا صاحبي والله احنا قعدنا شهر المسلمين يمشوا ما مشوش، الثاني المسلمين يمشوا ما مشوش، الثالث الرابع الخامس لقينا ان المسلمين قاعدين مش ناويين يمشوا. فقال لك خلاص شكلهم ناويين على جد، شكلهم ما بيخافوش، شكلهم ما بيختشوش. فنبدا بقى انا كمقوقس حاكم مصر روماني، تمام كده؟ انا كمقوقس هبدا اجس نبضهم، احاول اشوف الناس دي يعني هيمشوا قويين ضعفاء، النظام عامل ازاي. فقال لك هجيبها بحجه المفاوضات. فالمقوقس خد بالك من دي بقى، تمام؟ بقول لك حجه. فقال لك المقوقس طلب من عمرو بن العاص يعمل معاه مفاوضات. مستار الروم طلبوا يعملوا مفاوضات؟ يعني الروم اللي كانوا بيحاربوا لاول مره يفاوضوا، فالروم اتبعوا اسلوب جديد. فين؟ في حصن بابليون، تمام؟ او اثناء حصار حصن بابليون. يبقى اول مره الروم يتبعوا اسلوب جديد اللي هو المفاوضات، تمام؟ اسلوب دبلوماسي. حلو كده. فين يا مستر؟ اثناء حصر او حصر حصن نابليون، تمام؟ طب 100 100. ايه اللي يهمني بقى؟ المفاوضات دي كان غرضها ايه؟ قال لك يا صاحبي هي كانت ولا مفاوضات ولا نيله، هو المقوقس بعت كام واحد كده، كام رسول عشان يبصوا ويراقبوا احوال الجيش. من الاخر يعني حاولوا تخشوا المعسكر بتاع المسلمين بحجه المفاوضات، بس عايزكم تطولوا على قد ما تقدروا، طولوا اقعدوا كده بصوا معاهم كام واحد، قوتهم عامله ازاي، بيلبسوا ايه، بياكلوا ايه. من الاخر يعني بيشوف الناس دي لو انا حاربتها هتكسبني ولا هكسبها، تمام كده؟ فقال لك من الاخر يعني وقتها بعت مجموعه من الرسل، تمام؟ بيجسوا وبيعملوا حاجه اسمها استراتيجيه، او اللي هو مثلا ايه يعني، ان هم بيراقبوا استطلاع حربي، تمام؟ بيجمعوا معلومات عننا، تمام؟ فوقتها عمرو بن العاص
لما لقى ان اللي جايين بيجمعوا معلومات قال لهم لا امشوا، وانا هبعت لكم انا رسل تعمل مفاوضات. تمام. فقال لك وقتها مشى اللي جوله وبعت رسل تعمل مفاوضات. يبقى انت عندك كده عمرو بن العاص بعت رسل كان على قيادتهم، يعني القائد بتاعهم واحد اسمه عباده ابن الصامت. مستر اعتقد سمعت اسمه. هقول لك ده صديقي كان من المدد. تمام. ثانيه، ده كان من المدد اهو، عباده بن الصامت ده كان من المدد اللي بعته مين؟ عمر بن الخطاب. حلو جدا. فقال لك يا صاحبي وقتها ان هو حب يعمل مفاوضات. تمام. اثناء حصر ايه؟ اثناء حصر نابليون واحنا بنحاصره. فقال لك وقتها كان القائد مين؟ عباده ابن الصامت. طيب عباده بن الصامت دخلوا معاه كام واحد من المسلمين على المقوقس حاكم الروم. تمام. طيب دخل كده، اول ما المقوقس شاف عباده خاف. ايه ده يا مستر اشمعنى؟ قال لك عباده كان اسود اول حاجه، مش بس كده ده كان طويل جدا. تمام. وكان ضخم جدا. فمن الاخر يعني عباده خاف يتكلم معاه. قال لك لما بعت لي ده، تمام كده، لما بعت لي ده يتفاوض معايا، امال لو حاربتهم ايه اللي هيحصل؟ بعت لي فان دام ولا ايه؟ تمام كده. فقال لك وقتها صاحبي ان هو خاف منه، بس ما جابهاش بحجه الخوف. قال لك هو انتوا بعت لي واحد اسود؟ انا على اخر الزمن اتفاوض مع عبد؟ قال لهم لا غيروه، هاتوا له واحد تاني. هو بيبان ان هو ايه؟ مش عايز يتكلم مع عبد، لكن هو في الاساس خايف منه. تمام. فقال لهم لا هاتوا له واحد ابيض يتكلم معاه. فوقتها ايه اللي كان هيحصل؟ المفروض يا مستر في ناس بيضه، تمام، يعني ناس لهم بشرتهم بيضه، وواحد اسود اللي هو عباده بن الصامت. فكده عشان يمشي الدنيا واحد ابيض يطلع يتكلم معاه. قال لك لا، المسلمين كلهم قولا واحدا لا، هذا الخليفه امره ان هو يكون القائد بتاعنا، وامرنا نكون بنسمع كلامه، والخليفه بنفسه اللي اختاره، ما نقدرش نكسر كلام الخليفه. وقالوا له بص يا مقوقس بقى، احنا عندنا في الاسلام ولا ابيض ولا اسود، كلنا سواسيه، كلنا واحد، وده اللي هيتكلم معاك. اللي انت بتتريق عليه ده هو اكثرنا علما، اكثرنا كفاءه، اكثرنا خبره، بس اسود ما عندناش الكلام ده، ولا ابيض ولا اسود. عندنا صاحبي لا فرق بين عربيه او اعجمي الا بالتقوى. ابيض اسود طويل قصير، المهم العلم والخبره والكفاءه والايمان. فقال لك بص الخليفه، تمام، يعني خلاه عندنا، خلاه قائد عندنا. اشمعنى؟ عشان عنده خبره، عنده كفاءه، عنده علم. ده بيدل على ايه؟ ده بيدل على اول حاجه احترام المسلمين لاهل العلم، تمام، لعدم وجود تمييز، حلو كده، عنصري ولا ابيض ولا اسود. تمام. ان المسلمين يسمعون، تمام، اوامر الخليفه. حلو كده. فمن الاخر يعني الموقف ده اجبره ان لازم يكون عباده هو اللي بيتفاوض مع مين؟ مع المقوقس. وبالفعل المفاوضات تمت بين عباده والمقوقس. طيب اتفقوا على ايه؟ تعالى بقى نجيبها من المذكره. بص يا صديقي، نجيب كل الكلام تاني ونتكلم عنه. بص يا صديقي، طبعا كل الكلام ده قلناه، وعندك هنا العوامل، عامل ديني، وعندك عامل حربي، وعندك عامل تاريخي، تمام، وعندك هنا مؤتمر الجبهه قلناه، وعندك هنا دي التريكات كلها هسيبها لك ان شاء الله في التليجرام، خش اتفرج عليها. تمام. خش القناه يعني. طيب وعندك هنا تمام برضو التريكات، وعندك هنا مراحل الفتح. اول حاجه قلنا العريش، ثم عندك الفرمه، خد بالك العريش من غير قتال، عندك الفرمه حصرناها شهر، تمام، ثم عندك بلبيس اللي هي في الصحراء الشرقيه، دخلنا بدل ما نروح اسكندريه، دي فيها خداع استراتيجي، تمام. ثم عندك هنا بقى اتكلمت معاك على الدنيا فتحناه اللي هي شمال الازبكيه، ثم صاحب حصن نابليون، وقال لك يا صاحبي هنا عملنا مفاوضات، تمام. خد بالك بقى، تعال نشوف نص عليه. اول حاجه صاحبي المفاوضات بتنص عليه، قال لك رقم واحد، تمام، يلتزم الاقباط، تمام، اللي هم الرومانيين، بدفع دينارين عن كل رجل بالغ، ويعفي من دفعها الشيوخ والاطفال. بص بقى من الاخر يعني، قال لك ان احنا هنحاول نفتح مصر عن طريق الصلح، ان احنا نخليهم يدفعوا جزيه. خد بالك بقى الجزيه دي ان شاء الله هناخدها بالتفصيل في الوحده الثانيه، تمام. المهم يعني الجزيه دي ان من الاخر احنا نفتح الدوله، تمام كده، وهنامن الدوله دي ان اي حد هيحاول يحارب مصر، تمام، او الرومان في مصر، هندافع عنهم مقابل انكم تدفعوا جزيه. طب اشمعنى؟ لان انتوا كرومان مش هتخشوا الجيش، احنا هندافع عنكم. فاي حد بيدخل الجيش وقادر ان هو يشيل سلاح هيدفع جزيه.
تمام، مقابل الدفاع عنه. من الاخر يعني اي حد لو ما كانش طفل، لو ما كانش كبير في السن، لو ما كانتش امراه، اي حد شاب قادر يشيل سلاح هيدفع جزيه دينارين. تمام. طب مستر، هل هنخلي الروم يخش الاسلام؟ قال لك لا. هل هنخلي الروم يسيبوا ارضهم؟ قال لك لا. هل هنخلي المقوقس يمشي من مصر؟ قال لك لا. قال له امال؟ قال لك بس هيدفعوا جزيه. تمام. ده كان شروط الايه؟ الصلح. وقال لك بالفعل وقتها المقوقس وافق. وافق على ايه؟ ان الروم يفضلوا في مصر، وتفضل ارض مصر في ايد الروم، ويفضلوا مسيحيين، والمقوقس يفضل حاكم مصر. ولكن خد بالك من حاجه. في اول المحاضره قلت لك تمام ان انت عندك حاجه اسمها الامبراطوريه الرومانيه، وان في واحد بيحكم كل الامبراطوريه دي اسمه هرقل، وان المقوقس ده مجرد حاكم تحت ايد هرقل. فهرقل وافق على الصلح من غير ما يرجع للمين؟ فقصدي المقوقس وافق على الصلح من غير ما يرجع لهرقل. فبعد ما وافق واداله كلمه وخلاص يا عم حاج هجوزك بنتي، تمام، راح لمين؟ راح لهرقل. قال له انا عملت كذا وكذا وكذا. قال له نعم، نعم، احنا الرومان خايفين من المسلمين؟ احنا نعمل صلح معاهم وندفع لهم جزيه؟ ليه؟ انت ما تعرفش احنا مين ولا ايه؟ ده احنا الرومان يابا. مصر دي بالنسبه له مهمه جدا. قال لك مصر بالنسبه لهرقل مهمه جدا. تمام. ازاي يدفع جزيه؟ ازاي احنا كرومان نخاف من المسلمين؟ دول لسه بقالهم كام سنه. تمام، دي لسه دوله حديثه. احنا سيطرنا على نص العالم نخاف من المسلمين؟ الغي الصلح ده، انا مش موافق. وقام جاي عزل المقوقس وقال له انت عيل جبان يالا، انت ما تصلحش تحكم مصر. مصر دي اهم ولايه عندي، ازاي امسكها لحد جبان زيك؟ انت خايف من المسلمين؟ قام جاي عزله وعزله في سجنه. عزل مين؟ عزل المقوقس. تمام، ورفض الصلح. دلوقتي خد بالك بقى، لو كان هرقل وافق هل كان هيعزل المقوقس؟ لا، كان يفضل حاكم مصر. تمام. يبقى انت عندك كده، هل الصلح ده تم؟ لا ما تمش. اشمعنى؟ عشان هرقل رفض الصلح لاهميه مصر عنده، وكمان يعني هو شايف ان الروم اقوى من المصريين. تمام. طب بقول لك ايه مستر، بيني وبينك ازاي المقوقس يوافق وهرقل يرفض؟ اشمعنى؟ قال لك يا صاحبي، ما هو هرقل او المقوقس قصدي لما بعت كام واحد كده يدخلوا معسكر المسلمين ويجمعوا معلومات، قال لك اكتشف ان المسلمين فعلا اقوياء. فقال لك من الاخر يعني انا لو دخلت معاهم في معركه هخسر. تمام. فعشان عارف قوتي عملت صلح. لكن هرقل ما كانش يعرف قوه المسلمين، فعشان كده قال لك ازاي والغي الصلح ده. يبقى ان هرقل يرفض الصلح ده معناه ان هو عنده جهل بقوه المسلمين. صح؟ طب 100 100. بص بقى، نرجع تاني للبورد بتاعنا ونشرح بالتفصيل ونمسك كل كلمه. تعالى يا صديقي، دي منطقه الصلح. تمام. نرجع بقى تاني لفتح مصر. قال لك يا صاحبي وقتها بعد ما قعدنا 7 شهور كاملين والمقوقس بيحاول يقنع هرقل وهرقل يتخانق مع المقوقس، فالخناق ده خلى الصلح او الحصار يطول شويه. يعني الخناقه دي او الخلاف بين المقوقس وهرقل خلى الحصار يبقى وقته طويل. تمام. طيب بعد ما تمينا 7 شهور ظهر واحد اسمه الزبير. تمام. الزبير ابن العوام. هو صح؟ انا ثانيه واحده، انا كتبت هنا الزهير ولا الزبير؟ انا كاتب هنا الزهير صح؟ لا، اسمه الزبير مش الزهير، الزبير. تمام. تعالى، ظهر واحد اسمه، تمام، واحد اسمه الزبير بن العوام. ده من يا مستر؟ ده واحد من المدد اللي جاي، اللي واحد ب 100,000. تمام. قال لك طلع كده على بوابه الحصن على السور وقال لك الله اكبر الله اكبر. ده مصر كان بيصلي عصر ولا ايه؟ قال لك لا، احنا عندنا كمسلمين والروم عارفين الكلام ده، ان احنا اول ما نخش معركه وننتصر بنكبر. تمام. فوقتها قال لك ان الزبير ده طلع كده على السور، تمام، وقعد يكبر والجيش الاسلامي كله قعد يكبر وراه. فدلوقتي ده معناه ايه مستر؟ ده معناه ان احنا كسبنا. اقول لك لا، ما كناش كسبنا. ده اللي الروم افتكروه. الروم افتكروا ان احنا كمسلمين دخلنا فتحنا الحصن وكسبنا، ولكن احنا في الحقيقه ما كناش كسبنا. ده كان خطه خداع ان الروم يخافوا ويفكروا ان احنا كسبنا. فقال لك وقتها بالفعل اول ما الزبير تمام، اول ما الزبير كبر قال لك وقتها كل الرومان هربوا وسابوا
حصن بابليون. يعني كده يا صاحبي اقدر اقول لك ان كان سبب في انتصار المسلمين في حصن بابليون وان احنا نفتح حصن بابليون هو المدد الذي بعته عمر بن الخطاب. ايه ده يا مستر؟ المدد ازاي يعني؟ يا صديقي مش انا بقول لك من شويه ان احنا بفضل خطه الزبير بن العوام اما طلع يكبر كده احنا فتحنا الحصن بكل سهوله؟ طب خلاص، ما هو الزبير ده صديقي كان من المدد اللي بعته مين؟ عمر بن الخطاب. طب 100 100 حلو. وبالفعل يا صاحبي احنا كده فتحنا الحصن. خد بالك بقى، بعد ما فتحنا الحصن ده بعد معاناه 7 شهور كاملين قال لك خلاص هنتجه بقى الى الاسكندريه. ولكن يا صاحبي قال لك اصلا قبل ما نروح الاسكندريه احنا يعتبر كنا كسبنا خلاص. اشمعنى مستر يعني؟ يا صديقي فاكر لما قلت لك ان الحصن ده كان اقوى حصون الروم في مصر؟ يبقى انت عندك دلوقتي قال لك بعد فتح الحصن ده يعتبر ده كان بدايه، خد بالك من دي بقى، دي كان بدايه النهايه بالنسبه للروم. يعني خلاص بمجرد فتح الحصن ده يعتبر دي بدايه النهايه، اللي هو خلاص كده يعتبر ايه؟ سقطوا. تمام؟ طب 100 100. تعالى بتكلم معاك ان احنا خلاص بعد ما فتحنا الحصن ده المسلمين هيتجهوا ويروحوا يفتحوا مدينه الاسكندريه. ولكن يا صديقي خد بالك بقى، قال لك بعد ما المسلمين فتحوا الاسكندريه، وقبل ما نتكلم عن القصه دي، بعد ما فتحوا الاسكندريه قال لك المسلمين اتجهوا للجنوب للصعيد لتامين الحدود الجنوبيه. تمام؟ يبقى انت عندك كده عمرو بن العاص قام بفرض السيطره على كل انحاء مصر. تمام؟ ده عكس اللي عمله الروم. ايه ده يا مستر؟ هو الروم ما كانوش مسيطرين على كل انحاء مصر؟ فاكر لما قلت لك ان عمرو بن العاص دخل العريش لا فاضيه؟ مستر صح يا ابن اللعيبه، جامده جدا. طيب خد بالك بقى، قال لك يا صاحبي ان انت عندك هنا اتجه للاسكندريه وهيروح يفتح الاسكندريه. ولكن يا صاحبي قال لك ان وقتها الروم كانوا بيقاتلوا بكل حاجه عندهم باخر نفس عندهم. فقال لك ان الاسكندريه الحصار فيها طول حبتين. مستر طول يعني شهر اكتر حبتين، شهرين اكتر شويه، 4 شهور يا عم ما تبقاش بخيل اكتر حبتين، يا عم 7 شهور لا اكتر من كده، يا خلاص 10 شهور اكتر. كما مستر يعني زهقتني، 14 شهر بالتمام والكمال. ايه ده يا مستر؟ محاصرين الاسكندريه 14 شهر؟ قال لك ايوه. يبقى احنا كده نيجي هنا كده باللون الازرق 14 شهر حاصرنا الاسكندريه. خد بالك بقى، 7 شهور 14 شهر شهر. بس طار مش فاهم حاجه. لا خد الربطيه دي، الفرمه وحصن بابليون والاسكندريه ايه المشترك بينهم؟ ان الثلاثه تم حصارهم. تمام؟ وبعد صديقي 14 شهر بالتمام والكمال بالفعل بسبب ذكاء ودهاء عمرو بن العاص حط خطه وتم فتح مدينه الاسكندريه وانتصارنا على الروم. وبكده خلاص بما اننا فتحنا الاسكندريه اصبحت مصر تحت ايد المسلمين واصبحت مصر ولايه اسلاميه. تمام؟ ولكن خد بالك بقى، احنا لما جينا نفتح الاسكندريه وانتصرنا على الروم قال لك عملنا معاهم صلح. تمام؟ الصلح ده ليه شويه نصوص لازم نركز عليهم لانه مهم جدا وبيجي في الامتحان. تعالى كده نجيب المذكره ونخش على الكلام ده ونجيب الصلح ونجيب النصوص. بص يا صديقي عندك كده، تعالى نجيب الصلح. عندك اهو فتح الاسكندريه، عايز اجيب بقى نصوص الايه؟ نصوص الصلح. قال لك اهو شروط صلح الاسكندريه. عندك بالظبط صاحبي 6 شروط. تمام؟ نمسك اول حاجه عندك ونتكلم عنها بالتفصيل. قال لك اول شرط عندك، تمام، تعقد هدنه. كلمه هدنه يعني ايقاف الحرب، يعني ممنوع حد يحارب. تمام؟ مدتها 11 شهرا، يعني 11 شهر كاملين ما نحاربش بعض. تمام كده؟ ولا يقوم احد الطرفين ايه؟ الحرب والكلام من ده. طيب ده كده اول شرط فكك منه. الشرط الثاني قال لك صاحبي يتم رحيل الحاميه الروميه في البحر. يعني من الاخر الروم يمشوا من البحر. ولكن خد بالك بقى، في بعض الجنود ممكن يمشوا من البر مش من البحر. قال لك خلاص اي حد هيمشي من البر هيدفع جزيه لمده شهر، يعني يدفع دينارين. ايه ده يا مستر اشمعنى؟ قال لك يا صاحبي ما هو ياخد شهر عما يطلع من البر كده. تمام؟ ففي مده الشهر دي وهو معدي من البر عشان يطلع هيدفع جزيه دينارين. تمام؟ طب حلو جدا. تاني حاجه بقى قال لك الا يعود الروم لمصر ثانيه او يحاولوا استردادها. يعني خلاص الروم مشوا خلاص ما عادش يرجعوا مصر. تمام؟ طب 100 100. اللي بعد كده الا يعترض المسلمون للكنائس بسوء. ايه ده يا مستر؟ دي نقف عندها. مستر بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا ان المسلمين ما يتعرضوش للكنائس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي احنا مسلمين هم مسيحيين ما نجيش جنبهم، ندي لهم حريه، ندي لهم تسامح ديني. مستر احنا هنعامل المسيحيين كويس؟ ده عكس اللي كان بيعملوه مين؟ الروم كانوا بيضطهدوا المسيحيين المصريين دينيا. يبقى احنا كده عندنا تسامح ديني. تمام؟ طب حلو جدا. يبقى ده كده يتناقض، تمام، يتناقض مع سياسة مين؟ الروم في مصر.
صح؟ طب 100 100. اللي بعد كده قال لك يبقى اليهود بالاسكندريه. خد بالك بقى، هنا عندي ربطايه مهمه جدا. قال لك يا صاحبي ان عمرو بن العاص هيسيب اليهود يعيشوا في الاسكندريه، وعلى فكره ده عكس اللي عمله عمرو بن العاص او عمر بن الخطاب لما جه يفتح القدس. قال لك عمرو بن الخطاب لما جه يفتح بيت المقدس قال لك طرد اليهود من الاسكندريه، ولكن عندك هنا عمرو بن العاص قال لك خلى اليهود يفضلوا في الاسكندريه. ده مصدر يعني بيحبهم؟ لا. مهمين؟ لا. طب ليه يا مستر يعني خلى اليهود يفضلوا في الاسكندريه؟ اكيد يعني في سبب. قال لك قال لك اليهود كانوا هم اللي ماسكين اقتصاد الاسكندريه، وكان الاسكندريه هي اهم مدينه في مصر اقتصاديا، فلو اليهود مشوا الاقتصاد وقع، فعشان كده خلوهم موجودين من الاخر يعني عشان ايه؟ فلوسهم. تمام. طيب بص بقى، يبقى بايدي المسلمين، ده مهم جدا. تمام، ده مهم جدا. قال لك يبقى بايدي المسلمون 150 جنديا روميا، يعني 150 جندي من الروم هيفضل موجود معانا، و50 مدني، يعني 50 شخص عادي و150 جندي. ايه ده يا مستر اشمعنى؟ قال لك يا صاحبي احنا من الاخر يعني هنأسر 200 واحد، يعني نحبسهم عندنا عشان لو الروم فكروا يرجعوا تاني نقتلهم، يعني تهديد يعني من الاخر، يعني اللي هو بس سجنينهم عشان ايه؟ تهديد اهو، لو فكرت ترجعهم هنقتلهم، فقالوا من الاخر ايه؟ ما ترجعوش. طب اقول لك ايه؟ ان المسلمين ياخدوا 200 واحد يأسروهم، ده معناه ان الحرب خلصت ولا لسه مستمره؟ ده مستر، ده معناه ان الحرب لسه مستمره، ان احنا معانا 200 واحد منهم. تمام، يبقى ده بيدل على عدم انتهاء الحرب. في بقى طالب لعيب، طالب شاطر، طالب فايق وبيربط معايا، يقول له يا مستر على فكره ده مش اول صلح بين المسلمين والروم، خد بالك يا مستر احنا عملنا معاهم صلح في حصن بابليون ولكن ما كانش تام. هقول لك والله انت برنس. يبقى انت عندك كده المشترك بين حصن بابليون والاسكندريه حاجتين، اول حاجه الحصار، تمام، تاني حاجه يا صاحبي ان احنا عملنا صلح. ولكن خد بالك بقى من حاجه، لما اجي اتكلم معاك في صلح حصن بابليون فكنا بنتكلم على ان المقوقس يفضل حاكم مصر، مش بس كده، وان الروم يفضلوا قاعدين في مصر. ولكن خد بالك بقى هنا الصلح بيقول ان الروم هيمشوا من مصر، يبقى الاختلاف بين الاثنين هو بقاء الروم في الاراضي المصريه. اكتبها عندك مهمه جدا. تمام، طب حلو جدا، يبقى انت عندك كده ده الصلح، وبالفعل اصبحت مصر خلاص ولايه اسلاميه. تمام. طيب خد بالك بقى، قال لك عمرو بن العاص اول ما سيطر على مصر هيعمل شويه قرارات وهيدي عهد امان للمسيحيين. تمام، قال لك اول حاجه تعالى كده، قال لك اول حاجه صديقي امن المصريين على عقائدهم واعراضهم واموالهم واولادهم، ان اي حد مصري هنا موجود مسيحي يعني وكده بنامنهم ان احنا هنعمل حاجه اسمها تسامح ديني. عندنا حاجه اسمها ايه؟ تسامح، تمام، ديني، يعني في حاجه اسمها تراحم، وده تنفيذا لوصيه الرسول ان احنا ولا هنأذيهم ولا نهدم الكنائس ولا كل الكلام ده، الرسول وصانا بكده. تمام، صلى على النبي. حلو جدا. تاني حاجه بقى قال لك الغى كل انواع الضرائب التي فرضتها الرومان، يعني لغى كل الضرائب، فاصبح دلوقتي المجتمع المصري هيتبسط ولا يزعل؟ كده مصر هيتبسط ليه؟ ده رحمهم صح؟ طب 100 100. اللي بعد كده قال لك تعهد الى البطريرك، تمام كده، بنيامين. فاكر يالا في اول حصه لما قلت لك ان الروم بيضطهدوا المسيحيين المصريين دينيا؟ واحد اسمه بنيامين هرب للصحراء او مستر فاكر؟ قلت لك سؤال اشمعنى الصحراء؟ لان الروم ضعفاء في حرب الصحراء. طيب امتى بقى يرجع؟ قال لك اول ما عمرو بن العاص امن المسيحيين اللي هو خلاص مش هنأذيكم، وقتها بعت الى بنيامين وقال له خلاص تعالى ارجع تاني. وقتها بنيامين رجع تاني وعاش في مصر عادي جدا لانه واخد الامان وشاف ان في تسامح بين المسلمين والمسيحيين. تمام، طب 100 100. خد بالك بقى الجزء اللي جاي ده في غايه الاهميه، عايزك تركز معايا. لو انت فصلت كده خد بريك 5 دقائق 10 دقائق وتعالى كمل معايا، لان الجزء ده تمام هو اللي هيتبنى عليه كل الدروس الجايه. قشطه، فلازم كده تركز معايا لان الجزء ده يعتبر ملوش علاقه قوي بالدرس ده ولكن له علاقه بكل الدروس الجايه. تمام، فعايزك تركز معايا، هو جزء صغير جدا وسهل جدا ولكن مهم جدا 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 يالا. ولو انت لسه لحد دلوقتي ولا عملت لايك ولا اشتراك هزعل منك، اقفل الفيديو بجد يعني. تمام، بص يا صديقي ركز كده معايا لان الكلام ده في غايه الاهميه. انا دلوقتي بتكلم معاك ان مصر بقت دوله مستقله ولا بقت تحت حكم المسلمين؟ لا مصر بقت تحت حكم المسلمين. طب هل دلوقتي اسمها مصر كده دوله لوحدها ولا تبع الدوله الاسلاميه؟ لا بص، تبع الدوله الاسلاميه، لان الدوله الاسلاميه كل ما تفتح منطقه بتتوسع تتوسع وتكبر وتكبر وتكبر. طب كل المناطق دي اسمها ولايات. من الاخر يعني قال لك ان مصر اصبحت ولايه من ضمن ولايات الدوله الاسلاميه. يعني من الاخر هقول لك ان دي الدوله الاسلاميه عباره عن اجزاء: سوريا،
فلسطين، العراق، السعوديه، اليمن، تمام، لبنان، المغرب، السودان، تونس، اكتر من دوله. دي كلها، تمام، دي كلها اسمها دوله، حلو كده، اسلاميه. خلاص، يبقى انت عندك دلوقتي سوريا او مصر هنسميها دوله؟ ما ينفعش، هي دي اسمها دوله اسلاميه. هنسميها بقى بمثابه محافظه في الدوله، يعني اصبحت مصر زي محافظه كده بالظبط، فقال لك بنسميها ولايه. طب مستر اشمعنى ولايه؟ قال لك لان بنعين عليها والي يحكمها. خد بالك بقى، عندك مصر، مصر عباره عن دوله متقسمه لمحافظات، فكل محافظه بنعين عليها محافظ. قال لك لا، هنا دوله متقسمه لولايات، وكل ولايه بنعين عليها والي يحكمها. تمام؟ طب حلو جدا، يبقى انت عندك دلوقتي اصبحت مصر ولايه تبع الدوله الاسلاميه. بص بقى، اخذنا الترم اللي فات ان الدوله الاسلاميه هتمر بثلاث عصور. اول حاجه عصر اسمه عصر الخلفاء الراشدين، تمام، نكتبهم كده. اول حاجه عصر اسمه عصر الخلفاء، حلو، الراشدين. يعني من الاخر يا صاحبي ان اللي بيحكم الدوله الاسلاميه هم الخلفاء الراشدين، اللي هو ابو بكر الصديق، علي بن ابي طالب، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب. تمام. تاني عصر عندك اسمه عصر الدوله، تمام، الامويه، ده العصر الثاني. تمام. العصر الثالث عندك اسمه عصر الدوله العباسيه. يعني يا صاحبي من الاخر انا بتكلم معاك هنا، تمام، بتكلم معاك ان انت عندك كده مصر مجرد ولايه ضمن ولايات. اول حاجه الدوله الاسلاميه في عصر الخلفاء، ثم عصر الدوله الامويه، ثم عصر الدوله مين؟ العباسيه، لحد ما يجي واحد اسمه احمد بن طولون هيستقل بيها ويخليها دوله مستقله مش ولايه. تمام. هنعرف الكلام ده ان شاء الله الحصه الجايه، اول حاجه في الحصه. اللي يهمنا دلوقتي بقى، انت عندك مصر مجرد ولايه تبع الدوله الاسلاميه في عصر مين؟ الخلفاء. فانا هتكلم معاك بقى على كل عصر من دول، هنمسك اهم الولاة اللي فيه. مستر يعني ايه اهم الولاة؟ الوالي ده واحد مكلف ان هو يحكم مصر، تمام، مكلف من الخليفه، يعني الخليفه بيحكم الدوله الاسلاميه كلها. تمام. يعني مثلا هتكلم معاك ان انت عندك هنا عمر بن الخطاب، الجزء ده لو انت فهمته صدقني الوحده الاولى كلها معاك سهله. تمام. قال لك يا صاحبي ان انت عندك هنا الدوله دي كلها في واحد بيحكمها اسمه الخليفه، لا اما خليفه المسلمين، لا اما خليفه اموي، لا اما خليفه عباسي، لا اما خليفه من الخلفاء الراشدين. تمام. طب حلو جدا، الخليفه ده بيقعد في العاصمه، يعني بيقعد في عاصمه الدوله. تمام. فدلوقتي احنا في عصر الخلفاء الراشدين، مين العاصمه؟ قال لك وقتها العاصمه كانت المدينه اللي هي يثرب. حلو كده. طيب ايام الدوله الامويه مين العاصمه؟ قال لك العاصمه كانت منطقه اسمها دمشق اللي هي في سوريا. حلو كده. طيب الدوله العباسيه مين العاصمه؟ قال لك العاصمه كانت بغداد. من الاخر يعني ان الخليفه بيقعد في العاصمه. لو الخليفه من بغداد اصبح العاصمه بغداد، لو الخليفه من دمشق اصبح العاصمه دمشق، لو الخليفه من الخلفاء الراشدين عمر، عثمان، علي، فهو بيقعد فين؟ في المدينه. تمام. طيب كل واحد من دول او كل خليفه بيعين ولايه على كل منطقه، ولي هنا ولي هنا ولي هنا. مستر اشمعنى اسمه ولي؟ قال لك اسمه ولي لانه بيكون مطلوب منه الولاء والطاعه. طب مستر الولاء لمين؟ قال لك الولاء والطاعه للخليفه. طب بيكون ولي ليه ازاي بقى؟ قال لك بيقدم له شروط. اول شرط انه بيحكم الولايه دي وبيجمع له فلوس، والفلوس دي بيجمعها ويوديها للخليفه. يبقى اول حاجه بنعمل ايه؟ جمع الاموال. تاني حاجه قال لك يا صاحبي ان هو بيدعي له. مستر يدعي له ازاي يعني؟ قال لك بنيجي بعد كل صلاه جمعه، تمام، في المنابر بندعي للخليفه. يبقى انت عندك كده ايه الولاء؟ بتدعي للخليفه، بتدي له فلوس، ومهم جدا بقى حته الدعاء دي. تمام. يبقى انت عندك دلوقتي كل والي مسؤول ان هو في بلده، تمام، في بلده هيعمل ايه؟ هيدعي للخليفه. تاني حاجه يبعت له فلوس. قشطه. طيب فانا بقى عايز اتكلم معاك على اهم الولاه في كل عصر من دول. فقال لك يا صاحبي من الاخر يعني ان انت عندك عصر الخلفاء الراشدين مسك 5 ولاه. تمام. اشهرهم هو اولهم. تاني اشهرهم هو مين؟ يلا اولهم اللي هو مين؟ عمرو بن العاص. لان عمرو بن العاص اول ما راح لعمر بن الخطاب قال له الف مبروك يا خليفه فتحنا مصر، قال له الف مبروك عينتك ولي على مصر، بما انك بقى عندك معلومات عنها وكلام من ده. قشطه. طب 100 100. تاني حاجه عصر الدوله الامويه، قال لك عندك 24 والي، اشهرهم واحد اسمه عبد العزيز
تمام كده، ابن مروان. تمام. طب حلو جدا. عندك بقى في الدوله العباسيه قال لك ما تعدش، انت داخل في حوالي 300 والي. اشمعنى؟ هنعرف بعدين. إيه اللي يهمني؟ نمسك اول حاجه عمرو بن العاص، نعرف عمل ايه، ونمسك عبد العزيز نعرف عمل ايه، ثم نمسك الدوله العباسيه نعرف ليه في ولاة كتير. خلصنا دول، خلصنا الدرس واسستك لكل الدروس الجايه. معلش الدرس ده هنطول حبتين، لكن الدروس الجايه كلها هتلاقي كلها مثلا ايه 40 دقيقه 45 دقيقه كلام من ده، دروس صغيره يعني. قشطه. طب 100 100. نرجع بقى ونكمل ونمسك عصر نتكلم عنه. تمام. بص يا صديقي، نبدا اول حاجه مع عصر الخلفاء الراشدين. قال لك عندك اهو، طبعا كل التركات دي احنا قلناها. تمام. قال لك عندك اهو، نمسك اول حاجه صديقي في عصر عمرو بن العاص. طيب المعلم ده عمل ايه؟ قال لك عمرو بن العاص صديقي اول حاجه مسك الحكم مرتين. اول حاجه مسك الحكم ايام عمر بن الخطاب، ثم حصل خلاف بينه وبين سيدنا عمر. تمام. ثم مسك الحكم تاني ايام عثمان بن عفان. تمام. بس اللي يهمني يعني مسك الحكم حوالي 5 سنين في مصر. طيب اهم اعماله، قال لك يا صاحبي بناء انشاء، بناء انشاء. يا تاني، بناء انشاء. عمرو بن العاص عمل ايه؟ بناء انشاء. عمرو بن العاص عمل ايه؟ بناء انشاء. غناها في البيت يلا. عمرو بن العاص عمل ايه؟ بناء انشاء. بناء انشاء. بنى انشأ. بنى ايه انشأ ايه. يلا بينا. سؤالك بنى ايه انشأ ايه. فوق معايا كده يلا. بنى ايه. اول حاجه قال لك بناء جامع، بناء مسجد، بناء جامع، بناء مسجد. الثانيه قال لك انشأ خليج امير المؤمنين او حفر خليج امير المؤمنين. ثالث حاجه قال لك انشأ مدينه الفسطاط. يبقى انت عندك هنا بنى انشأ، بنى انشأ، بناء مدينه. تمام. بناء جامع، ثم انشأ خليج امير المؤمنين. حلو. نمسك اول حاجه صاحبي بناء مدينه الفسطاط. ركز معايا واحده واحده عشان كده ايه نفهم وتعرف احنا بنتكلم في ايه. بص يا صاحبي، لما اجي اتكلم معاك ان انت عندك مثلا يعني دي دوله مصر. حلو كده. فين العاصمه؟ قال لك العاصمه الاسكندريه. صح. قال لك الاسكندريه فيها عوق. ليه؟ قال لك موجوده على البحر، والروم شطار في البحر، فممكن في ثانيه يرجعوا يحتلوا الاسكندريه. وانت عارف لو اي دوله احتلت العاصمه الدوله كلها ايه؟ شطور، سقطت. فقال لك لا، الاسكندريه هنا مكانها مش عاجبني، هنغير الاسكندريه ونعمل مدينه هنا اسمها الفسطاط اللي هي حاليا القاهره. حلو كده. ونخليها عاصمه. مستر اشمعنى الاسم ده؟ تمام. اشمعنى الاسم ده؟ يقول لك لان كان الخيمه بتاعته اسمها فسطاطه، فخلاها فسطاطه على اسم الخيمه. يعني معلومه ولا لا اي لازمه؟ اركنها في جنب. المهم يعني ان انت عندك خلاها العاصمه. ليه يا مستر؟ قال لك لاسباب عسكريه. ليه؟ لان هنا في النص، هنا متامنه في النص مش على الاطراف. تاني حاجه اسباب سياسيه. خد عندك معلومه، قول جو قالها لك. اي عاصمه في الدنيا، اي عاصمه ليها اسباب سياسيه. ليه؟ لان بنحكم الدوله. تمام. اي عاصمه لها اسباب سياسيه. حلو. يبقى دلوقتي ليه عمرو بن العاص غير العاصمه؟ عشان يحقق امن وامان، عشان يحقق استقرار في الدوله، عشان يعني يثبت دعائم الدوله. تمام كده. طب 100 100. دي اول حاجه اللي هي فسطاط. تمام. طيب تاني حاجه مستر عمل ايه؟ قال لك تعالى، يبقى انت عندك هنا بنى الفسطاط. تمام. وقال لك خلي لها اهميه اقتصاديه. ليه؟ هنعرف دلوقتي. اللي يهمني تاني حاجه عملها قال لك بناء مسجد. يا مستر قال لك بنى مسجد. تمام. بنى مسجد عمرو بن العاص، وقال لك ده من اقدم المساجد. ليه؟ مستر هو اصلا اول قاره يفتحها او اول دوله يفتحها في افريقيا هي مصر، فاذا اول مسجد في افريقيا عمرو بن العاص. تمام. طيب حلو جدا. فانت عندك هنا قال لك يا صاحبي بناء مسجد اتسمى بتاج الجوامع. ليه؟ لانه قديم. حلو كده. طيب بص بقى، في قصه في المسجد ده. قال لك ان كان في واحد اسمه رحال خسرو، ده كان رحاله يعني، زار المسجد لقى ان في حوالي 5000 طالب علم. يبقى انت عندك كده المسجد ليه اول حاجه اهميه دينيه، تاني حاجه اهميه ثقافيه علميه. يبقى انت عندك كده المسجد ليه اهميه دينيه، طبيعي مسجد ليه اهميه ثقافيه علميه. تمام. وقال لك كمان كان بيعقد في الصكوك، يعني العقود. تمام. كان بيعقد فيه ايه؟ العقود، والعقود دي يعني ليه اهميه اقتصاديه. وقال لك كان بيتجمع فيه المسلمين، بيتجمعوا يعني تجميع اجتماعيه. تمام. يبقى المسجد ده ليه اهميه اجتماعيه. حلو جدا. فانت عندك المسجد ليه اهميه دينيه، ثقافيه، اقتصاديه، اجتماعيه. فاكر مسجد الرسول كان ليه اهميه ايه؟ دينيه، اجتماعيه، سياسيه. تمام. وما كانش ليه اهميه
اقتصاديه. يبقى الاختلاف ايه؟ ان مسجد عمرو بن العاص ليه اهميه اقتصاديه، مسجد الرسول لا. لكن مسجد الرسول كان ليه اهميه سياسيه، مسجد عمرو بن العاص لا. سجل الكلام ده عندك لانه مهم جدا. عايزك تكون معايا كده طالب يعني معلم. تمام. اللي بعد كده قال لك صاحبي حفر خليج امير المؤمنين. بص بقى ملخص الكلام لما اجي اتكلم معاك ان انت عندك مثلا يعني تمام، عندك دي مصر، حلو كده، عندك هنا البحر الاحمر، قشطه. فالخليج ده ان هو يربط القاهره او الفسطاط العاصمه يعني وقتها، يربطها بالبحر الاحمر بحيث يحفر لنا خليج يخلي اي سفينه تعدي من هنا كده تمشي تعدي في البحر توصل للحجاز. فعايز يخلي في تواصل بين الفسطاط والحجاز ان هم يتاجروا مع بعض، تمام، ويبيعوا ويشتروا لبعض، حلو كده. فانت عندك دلوقتي من الاخر يعني خلى للفسطاط اهميه اقتصاديه، ليه؟ بيتاجر. بس لك بقى بص في الحته دي ما كانش عمرو بن العاص اول حد يعمله. ليه؟ قال لك الخليج ده قبل ما يحفره كان اصلا محفور قبل كده، كان اسمه خليج تورجان، كان حفر الرومان، تمام. يبقى الخليج ده هل اول حد يحفره عمرو بن العاص؟ قال لك لا، ده اول حد قاموا بحفره الرومان. يبقى هنا صديقي قال لك ان عمرو بن العاص استفاد من الرومان. ليه؟ عشان اعاد حفر خليج تورجان. سجل الكلام ده عندك، تمام. طب 100 100. مش بس كده، قال لك بص بقى يا صاحبي، فاكر لما عمرو بن العاص قال لعمر بن الخطاب لو فتحت مصر هتكون عونا للمسلمين؟ او مصر انا فاكر اللي هي تساعد المسلمين اكل وشرب كلام من ده. قال لك مش بس كده، ده هو قالها ونفذها. نفذها ازاي؟ قال لك هيجي فتره او سنه من السنين ان المدينه والحجاز هناك هتمر بعام اسمه عام الرماده، والعام ده مش هيكون فيه ولا مطر ولا ميه ولا زرع. فوقتها هناك المسلمين في الحجاز كانوا ميتين من الجوع ومن العطش، ما عندهمش اي حاجه. فقال لك وقتها يا صديقي ان عمرو بن العاص بعت لعمر بن الخطاب بعير، قال له اني بعت لك بعيرا اولها عندي، تمام، اولها عندك واخرها عندي. من الاخر يعني ان البعير دي من اول هنا لحد هنا. شايف قد ايه؟ يعني تعبير مجازي يعني، بس اللي هو ايه، بعت له كميه بعير وموارد كبيره جدا. تعالى كده، قال لك عندك اهو تمام. كان عامل رماده قال له بعت لك بعير اولها عندك واخرها عندي، تمام كده. طيب اللي هو اولها عندك، تمام، لقد بعثت اليك بعيرا اولها عندك واخرها عندي. طب ده بيدل على ايه؟ ده بيدل يا صاحبي ان مصر دي مليانه موارد، تمام، يعني بيدل على كثره الموارد، تمام، بمصر. مش بس كده، بيدل على اهميه مصر الاقتصاديه بالنسبه للدوله الاسلاميه، تمام. طب 100 100. ده يا صاحبي كل اعمال مين؟ عمرو بن العاص. تعال بقى نتكلم عن الخليفه اللي بعد كده في الدوله الامويه اللي هو عبد العزيز بن مروان. بص هو شبه عمرو بن العاص في شويه حاجات، تمام، هنعرف هم ايه. تعالى يا صديقي، عبد العزيز بن مروان قال لك المعلم ده مسك الحكم حوالي 22 سنه. مستار ليه كل ده؟ قال لك يا صاحبي مسك كل المده دي لانه كان حاكم عادل، لانه كان حاكم بيجمع بين العلم والفقه، تمام كده، اللي هو الدين يعني والسياسه. يعني اول مره شخص يجتمع فيه العلم والفقه، دارس دين، يعني عنده علم ثقافه وعنده دين وكان بيعرف يحكم سياسه. فعشان كده الشعب حبه وقتها، تمام، وكان بيفيد الشعب وكان ملك عادل. فعشان كده فضل يحكم الدوله حوالي 22 سنه، تمام. طيب ايه بقى اهم اعماله؟ قال لك بص، شبه عمرو بن العاص في حاجات وزود حاجات. يعني اول حاجه قال لك يا صديقي ان هو عمل هنا، قال لك اقام قنطره على خليج امير المؤمنين. عارف الخليج اللي عمرو بن العاص عمله؟ هو قال لك بقى عمل عليه قنطره. القنطره دي عشان الزراعه والكلام من ده. يبقى انت عندك هنا اهتم بشؤون الزراعه، تمام كده. اهتم بحاجه اسمها مشاريع، خد بالك من دي، الري، حلو جدا. طيب ايه تاني؟ قال لك يا صاحبي اهتم بالزراعه وبنى مقياس النيل. اقول لك على حاجه، انا هو انت اهو، صح؟ سؤال في الامتحان، ايه ده يا مستر اشمعنى يعني؟ قال لك بص، عمل مقياس للنيل. المقياس ده بيقيس منسوب الميه. اشمعنى؟ قال لك بص، انا بشوف الميه قد ايه. لو الميه كتير ده معناه ان الفلاحين زرعوا كتير، لو الميه قليله في النيل ده معناه ان الفلاحين زرعوا ايه؟ قليل. طب مستر انا هحسدهم يعني ولا ايه؟ قال لك لا، لو الفلاحين زرعوا كتير بنزود الضرايب، ولو الفلاحين زرعوا قليل بنقلل الضرايب. طب حلو، هسألك سؤال، ده عدل ولا ظلم؟ واحد يقول له يا مستر لو الفلاحين زرعوا كتير نزود ضرايب، ده ظلم يا مستر. اقول لك لا، هو احنا لو ثبتنا ضريبه، لو ثبتناها ولا بنزود ولا بنقلل، ده عدل؟ تقول له يا مستر ده عدل يا ابني.
ما احنا لو ثبتنا الضريبه والفلاح ما زرعش يبقى ده ايه؟ ظلم. ليه؟ انا هاخد منه 50 جنيه، زرع ما زرعش، تمام، باخد ال 50 جنيه. طب افرض ما زرعش سنه 2 3 ما زرعش، هجيبها منين ال 50 جنيه دي؟ اصبح ده ظلم. قال لك لا، لو هو زرع ناخد منه الفلوس، لو ما زرعش ما ناخدش الفلوس. فقال لك المقياس ده بيقيس لي منسوب الميه، فلما اعرف منسوب الميه هعرف الفلاح زرع ولا ما زرعش، فهحدد قيمه الضريبه. تمام؟ يبقى انت عندك دلوقتي لما عمل المقياس ده خلى فيه عداله في جمع الضريبه. ممكن ما يقولكش ايه؟ ما يقولكش عداله في جمع الضريبه، يقول لك عداله، تمام، في تحصيل موارد الخزينه الاسلاميه. تاني اكتبها جامده جدا، يقول لك عداله في تحصيل موارد، حلو كده، الخزينه الاسلاميه، لان انت عندك الضرايب دي بتروح للخزنه الاسلاميه لانها فلوس وكلام من ده. تمام؟ طب 100 100. ايه تاني يا صديقي؟ قال لك قام التوسيع جامع عمرو بن العاص. من الاخر يعني عمرو بن العاص بنى جامع هو وسعه، بنى خليج او حفره هو عمل قنطره عليه. تمام؟ طيب اللي بعد كده قال لك اتخذ حلوان مركزا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني خلى مدينه حلوان هي العاصمه. ايه ده يا مستر؟ مش الوقت مش شويه كنا مخليني في وسط العاصمه؟ قال لك ما هو غيرها، يعني خلى حلوان العاصمه. ايه ده يا مستر ليه بقى؟ قال لك بص، اجى في فتره كان تعبان، فالدكاتره نصحوه ان هو يقعد في مناخ معين، تمام كده، عشان العلاج بتاعه. فقال لك كان احسن مدينه وقتها في المناخ هي حلوان. فوقتها الخليفه او الولي وقتها، الولي ده راح قعد في حلوان فنقل معاه العاصمه. حلو كده؟ ليه؟ المكان اللي بيقعد فيه الولي بيكون هو العاصمه. فقال لك خلي حلوان عاصمه. اشمعنى؟ عشان تعبان؟ هكتب له تعبان؟ لا، عشان حلوان مناخها الجغرافي، مناخها الجغرافي متميز. تمام؟ طب بما انها عاصمه لها اهميه ايه؟ لها اهميه سياسيه. قلت لك اي عاصمه اهميه سياسيه. حلو كده؟ طب 100 100. يبقى انت عندك كده عمرو بن العاص غير العاصمه خلاها الفسطاط. اشمعنى؟ لاسباب عسكريه سياسيه. عندك دلوقتي عبد العزيز بن مروان غير العاصمه لاسباب ايه؟ لاسباب جغرافيه واسباب سياسيه. اي عاصمه لها اهميه سياسيه. خلصنا الدرس. استنى بس اخر حاجه عندك هنا الدوله العباسيه. تمام؟ تعال نتكلم عنها وافهمك حاجه. بص، كل رغي ده ما يهمنيش، انا عايز بس حاجه معينه افهمها لك، لو انت فهمتها كل ده خلاص بالنسبه لك. بص يا صاحبي، تعالى كده نرجع ونكمل. قال لك اول حاجه الدوله العباسيه، اللي كان درس معايا الترم الاول كان عارف انها مرت بعصرين. اول حاجه مرت بعصر اسمه عصر قوه، كان الخليفه وقتها العباسي قوي. مرت بعصر اسمه عصر ضعف، كان الخليفه العباسي ضعيف. تمام؟ فقال لك بص بقى، كان عندي اكتر من والي، حوالي 350 والي ولا حاجه. طب ليه يا مستر كل الولايه دي؟ قال لك لان كان الخليفه العباسي لما كان ضعيف كان بيخاف ان الوالي ده يقعد في البلد فتره كبيره جدا، فلو قعد فتره كبيره هيجمع فلوس وهيجمع جيش وممكن يستقل بمصر عن الدوله الاسلاميه. فقال لك لا، كنا كل شويه نغير والي. ليه؟ نجيب الولي يقعد سنه ما يلحقش يجمع فلوس ولا جيش ونشيله ونجيب واحد تاني، ما يلحقش يجمع فلوس ولا جيش نشيله ونجيب واحد تاني. لان من الاخر يعني الولي لو قعد جمع فلوس وعمل جيش خاص بيه وانا كخليفه عباسي ضعيف، في ثانيه هيهزمني ويعرف يستقل بمصر عن الدوله الاسلاميه، واحنا مش عايزين مصر تروح مننا، مصر بالنسبه لنا مهمه جدا. تمام؟ فعشان كده كان في اكثر من والي. تمام؟ يبقى ليه كان في تعدد في الولاه في الفتره العباسيه؟ قال لك يا صاحبي ليه ضعف الخليفه العباسي. حلو كده؟ طيب بص بقى، دلوقتي انا عندي ايام الدوله الاسلاميه كان الوالي عربي يعني من العرب، ايام الدوله الامويه كان الوالي عربي يعني من العرب. قال لك بقى ايام الدوله العباسيه الوالي ما كانش عربي، يعني اصله العرقي مختلف. قال لك امال ايه؟ قال لك يا صاحبي كان لا اما الوالي من الفرس يعني فارسي، لا اما تركي. ايه ده يا مستر ليه؟ قال لك بص، اول حاجه في اول 100 سنه لما كانوا اقوياء كان الوالي فارسي من الفرس. اشمعنى؟ قال لك لان الفرس هم اصلا اللي ساعدوا الدوله العباسيه في تاسيس الدوله. تمام؟ يعني عشان الفرس ساعدوا العباسيين في تاسيس الدوله فكان وقتها الولايه من الفرس يعني مش عرب. تمام؟ لحد ما جه ابن المعتصم. تمام؟ او المعتصم هارون الرشيدي، يعني ابن هارون الرشيد اسمه المعتصم. المعتصم ده كان امه تركيا، فقال لك بدا يدخل الاتراك مصر. تمام؟ فاصبح الولاه اتراك، يعني لا اما فرس لا اما اتراك، يعني اصبح الوالي اللي بيحكم مصر لا اما فارسي لا اما ايه؟ لا اما تركي. قشطه؟ طب 100 100. يبقى انت عندك دلوقتي، تعالى كده نعمل حاجه حلوه. ثانيه يا صديقي، تعالى هتكلم معاك ايام عصر الخلفاء
ايام عصر الدوله الامويه، ايام عصر الدوله العباسيه. هنا يا صاحبي الوالي كان عربي، هنا الوالي كان عربي، هنا الوالي كان لا اما فارسي من الفرس لا اما تركي من الاتراك. حلو، يبقى انت عندك كده الوالي الاموي والخلفاء الراشدين الاثنين كان الوالي يتشابه في الاصل العرقي، يعني الاثنين عرب اصلهم واحد. لكن عندك هنا الوالي العباسي كان يختلف عن الامويين وعن الخلفاء في الاصل العرقي. تمام، سجلها عندك دي. خد بالك بقى في تركايه، التركايه دي بتمهد للحصه الجايه. ازاي؟ قال لك بص، قال لك كان في الدوله العباسيه كان الخليفه العباسي، الخليفه ده اللي قاعد في بغداد. تمام، كان بيعين يعين والي على مصر. حلو كده، بيعين والي. فاكر بقى الوالي ده مهمته ايه مستر؟ الوالي ده مهمته حاجتين: يجمع فلوس ويدعي للخليفه. يبقى انا مستر يجمع فلوس ويدعي للخليفه. فقال لك الوالي ده كان مكبر دماغه، قال لك هو انا هسيب تركيا والجمال بتاع تركيا وحلاوه تركيا وحلاوه بغداد واسيب كل الجمال ده واروح اقعد في مصر عشان ادعي للخليفه واجمع له فلوس؟ طب ما انا خليني في بغداد احسن من مصر. تمام كده، اخليني في بغداد وابعت واحد ليا اسميه نائب الوالي. تمام، ابعت مين؟ ابعت واحد ده يكون نائب للوالي، يعني الخليفه بيعين واحد عنده فالوالي بيعين واحد عنده. تمام، يبعت نائب ليه، النائب ده يروح مصر يجمع الفلوس ويدعي للخليفه ويدعي للوالي. يعني من الاخر نعتبر مثلا الخليفه اسمه الف مثلا، يعني الوالي اسمه سين، النائب اسمه صاد. النائب صاد مهمته يروح مصر يجمع الفلوس ويدعي لمين؟ يدعي الاثنين، يدعي للوالي ويدعي للخليفه ويجمع الفلوس. الفلوس دي يبعتها للوالي فالوالي ياخد الفلوس يبعتها للخليفه. يا مستر اللفه دي يا عم كان بيريح دماغهم من الاخر، يعني ان انت كان عندك هنا خليفه بيعين والي، الوالي بيبعت نائب، النائب ده يجمع له الفلوس. ولكن يا صاحبي اللي يحصل في يوم من الايام ان يجي نائب ما يرضاش يبعت فلوس. طب مستر ايه اللي يحصل؟ اقول لك اللي يحصل ان شاء الله هتعرفوا الحصه الجايه، انتظرونا. تمام، كلها يومين ان شاء الله وانزل لك شرح الدرس الثاني. وخد بالك بعد الفيديو ده هطلع انزل لك فيديو حل الواجب بتاع كتاب الامتحان. تمام، ما تنساش تتفرج عليه وتحل كل الاسئله. تمام كده، وما تنساش تخش قناه التليجرام، ما تنساش يا صاحبي تتابع صفحه الفيس انزل لك عليها اسئله وكلام من ده. تمام، ولايك كومنت اشتراك، واستنى ان شاء الله باقي المنهج كله. بس كده، سلام.